قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب مظلوم بيدخلوه السجن وبينتقموا منه، فبيقرر يهرب وياخد حقه وينتقم من الشاب الغني اللي عمل فيه كده. فيا ترى يعرف ينتقم وياخد حق اخوه اللي مات ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لو اول مرة تشوفني اشترك في قناة زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الشاب ده واللي اسمه بركة تايجونغ، وهو بياخد نفسه وبيجري على الطريق كده ومستعجل، وده علشان في عربية بتجري وراه وبتحاول تمسكه اساسا وبيفكر يهرب منها ازاي، وبيروح يشوف اللي فيها وبيقول في انه عاوز يوريله حقيقته عشان ما يقولش كده تاني ويتخلص منه قريب. فبنيجي لبارك تايجونغ واللي بنعرفه انه شغال عامل توصيل وراجل طيب وابن ناس وفي حاله وبيحب يساعد الناس والكل بيحبه وبار بالناس كلها اصلا، وبيكون بيجري على اكل عيشه زي باقي الشعب. وبيكلم اخوه تايجين عشان يدرس كويس بقى وبيروح يكمل عمل عادي، بس بيخبط في بنت ماشية وبتتضايق. وبيروح يعرف صاحبه في ان الطريق مقفول وبيتفقوا على مين اللي هيوصل. وفجأة الشاب صاحب البنت اللي اتخبطت بيروح وبيرمي الطلب بتاعه بيبوظه، وده بيخلي بركة ايجونغ يروح ويركب الدراجة النارية بتاعته وبيروح يجري وراه عشان مش عارف ليه الشخص ده عمل كده، خصوصا انه غني اصلا. وبنعرف ان الشخص ده اسمه يوهان. المهم ان بيفضل تايجونغ بيجري وراه وبيروح من شوارع مختلفة على امل ان ياخد حقه ويوصل للشخص اللي عمل فيه كده اصلا، وبالفعل بينجح في الوصول ليه وبيوقفه. وبيخلي يوهان مستغرب، بس تايجونغ بيروح يجيب الطلب اللي وقعه وبوظه وبيخليه يدفع له حقه، وبالفعل بياخده وبيمشي على طول. وبيروح يرن على صاحبه وبيعرفه في انه عرف يجيب اللي وقع الطعام وخد منه المال وهيبقى يديهوله. وبيروح ينادي على اخوه تايجين اللي طالع من الاكاديميه، وبيكون جاب له طعام وبيروح ياكلوا هما الاتنين سوا. وبيعرفوا انه جه علشان يوصل طعام هنا قريب، وبيروح ياكلوا سوا وبيطمنوا على بعض وعايزه يدرس عشان امتحاناته قربت. بس بيوريله صورة المكان بتاعه اللي هيفتحه قريب واللي بيعجب بيه عشان ذوقه قريب من ذوق امه، وبيهزروا وعايزه يهتم بدراسته بقى، وهو اللي هيحيي ذكرى وفاة امه السنة دي علشان هو عنده امتحانات وبيكون خايف عليه فعلا. فبيروح عشان يذاكر بقى ويسمع كلام اخوه، وبيلاقيه بعت له نص مليون وين عشان الدراسة، وبيكون مهتم بيه فعلا وبيحبه كتير. وعشان كده تايجين بيروح يذاكر زي ما هو وعده، وده في رحلة الدراسة لمدة 5 ساعات زي ما بيشارك الناس على اليوتيوب كده. فبيروح يشتغل وبيخلص عشان يعمل الحديقة بتاعته، هو بيعرف اللي معاه ازاي يحطوا النباتات دي وبيكون كل حاجة في مكانها عشان تبقى كويسة. ورغم انه تعبان بس بيكون شغال برضه. فانا حبيبته سوجي بتيجي وهي مع الطعام وبيبسطوا طبعا وبينوروا النور، بيلاقوا ان الشكل حلو جدا وبيعجبوا بالمقهى ده طبعا. فبيروح يخلصوا سهرة وبينزل مع حبيبته سوجي، وشايف انه هيفضل في العمل عشان يسدد الكارد، وعلى الرغم ان ده بيتعبه بس هيعمله علشان بيهتم باخوه تايجين وبدراسته، وهي كمان حابه فيه ده وبتشجعه اساسا. وبيروح يودعوا اصحابهم وهي بتقرر تكون معاه وتبات عنده النهارده، ومش بتروح وبيفضلوا يحبوا بعض على السلم يعني حتى يتخافوا لازم الفضايح على السلم كده. المهم بيعدي اليوم وهما نايمين سوا، بس المنبه بتاعه بيرن وبيروح يفوق عشان يبدأ يومه. وبالفعل بيروح يحضر الطعام ليها وبيظبط المكان بعد اللي حصل امبارح، وبينزل الزبالة وبيروح عشان يشتغل بقى وبيجهز المكان، وبيبدأ في توصيل الطلبات بالفعل، بس الأسانسير بيتقفل عليه فبيضطر ينزل على السلم. وبيروح يهتم بالنبات دي، بل بيعرف صاحبها ازاي يهتم بها برضه. فبيكون بيوصل الطلبات كعادته، بس ست كبيرة بتطلب منه يشيل الشنطة دي، وبالفعل بيروح يشيلها وبيعمل ده على طول وبيوصلها. فبيخلص عمل وبيروح يجيب طعام عشان ياكل، وبيكون قاعد في حاله بس في فون بيرن وبيستغرب وبيرد عليه، وبتكون ست وبتكون دي فونها وبتطلب منه انه يجيب لها الفون وبتطلبه، وده مقابل هتدفع ليه 300 ألف وين. وبيقرر يروح هناك بحجة ان امها تعبانة ومش هتسيبها، وبيفرح بالملك كتير وبيروح العنوان اللي هيوصل له لها بالفعل، واللي بيكون طريق مفهوش اي حد وشكله كده طريق مقطوع. وبيستغرب بس بترن عليه تاني وبيكون وصل العنوان، واللي قدام نفق وبتعرفه في انها مش هتقابله ويسيب الفون عند كابينة الكهرباء. وبيكون مستغرب علشان هي ازاي تختار مكان زي ده، وبيروح يحط الهاتف في كابينة الكهرباء وبيلاقي المال هناك وبيبص حواليه وبياخد المال على طول. وبيجي يمشي في عربية بتنور وبتروح تمشي على طول وبيشتم فيه عشان كان هيدوسه وبيخوفه، وبيروح ياخد حاله وبيمشي من المكان الغريب ده. فبيرجع بيته وبيحضر الطعام علشان يحيي ذكريات امه، وبيعرفها في ان اخوه تايجين في الدراسه فمش هيجي بقى، وبيروح يبدا بس اخوه بيجي هنا وبيستغرب علشان هو المفروض كان يدرس وما يجيش هنا، بس بيروح يتكلموا على بعض على امهم باعتبار الناس معاهم يعني.
وبيروح بيقرر ياكل من الطعام اللي محضره ده بقى، وبيهتم بقى على طول وهو فرحان. فبيعدي الوقت والسما بتمطر بتغرق المكان كله، وعشان كده بيروح ياخد الزور بتاعته الصغيرة دي وبيدخلها وبيهتم بيها. بس هنا في أشخاص بيوصلوا ليه، وده وسط ما بيصور الزور بتاعته وبيبعتها لحبيبته وبيدخلوا عنده وبيحس إن في حاجة غريبة، بس بيلاقي خبط وبيدخلوا عليه وبيمسكوه وبيحاولوا يمسكوه أساسا، وبيكون ده الشرطة وبيمسكوه بتهمة الاغتصاب والقتل. وبالفعل بيروح وبيلاقي الإعلام مصورينه والشرطة ماسكاه، وبيكون بيعاني حرفيا وهو مش فاهم هو عمل ايه. بس من الواضح ان ده قضية كبيرة الكل بيتابعها اساسا والكل مستغرب، فالشرطة بتكون بتحقق معاه. هو بيقول ان ما قتلش حد ولا يعرف البنت دي اساسا. هو بيفضل مصر على كلامه ومش عارف يعمل ايه، وبيكون هيفضل هنا عشان يستجوبوه اساسا. هو بيتضايق عشان هو ما عملش اي حاجة اصلا، وعايز يروح ويقفل المتجر بتاعه، وبيعرفوه ان لسه مش فاهم خطورة الموقف اساسا. وبيطلب يعمل فون عشان متجر النبات بتاعه يبوظ، وبيتريقوا عليه. بس هنا بيروحوا ليه عشان ياخدوا منه عينات ويحللوها. فالاعلام بيتكلم بشكل كبير عن القضيه دي، والبنت دي متابعاه وخايفه جدا. فزمايلي بيروحوا يزوروه بيطمنوا عليه وبيلاقوا انه مش كويس خالص، وبيتبسط انهم زاروه وبيطلب منهم انهم يهتموا بالمتجر بتاعه. بس بيعرفوه في ان كل معلوماته الشخصيه اتعرفت بره والوضع وحش جدا وبيصدموه اساسا. فسجين بتروح تشوف ان الناس مش حباه وعايزاه يموت وبتحزن. فبيعدي الوقت وبيكون عايز يعرف هما ليه ماسكينهم عنهم بقى، وعايزين يثبت في انه مش القاتل، وبيتضايق عليهم علشان ازاي يحتجزوه عشان هو مش شرطي مش اكتر، وشايفين في انه مجنون. والحاب بيكون مش عارف يتصرف ازاي علشان هو فعلا ما عملش اي حاجه. فالاعلام بيتكلموا على الاغتصاب وان الحوادث دي بتحصل على طول، وسجين بتقفلهم ومش مصدقه في ان حبيبها يعمل كده اساسا. وبتقفل المتجره وبتقرر توكيل محامي لحبيبها بارك تايجونغ، وبتكون عملت كده عشان يعرفوا ينقذوا بارك تايجونغ اللي اكيد بيعاني حاليا في السجن، وانهم بينقلوا الزور دي بناء على رغبته. وبتعرفهم في انها هتزوره النهارده، وبالفعل بتروح له وهو متكلبش كده، وبتتصدم وهي شايفه حبيبها محبوس، وبتأسف لها عشان هو سبب لها مشكل كبيره وانه مش عارف ايه اللي بيحصل ده اساسا. وعشان كده بتقول في انه فعلا ما عندوش اي حاجه تانية ولا لا، وبيقول في انه ما قتلهاش وبتبكي وهي بترتاح عشان مستحيل في انه يقتل اي حد اصلا، وهتعمل اي حاجه عشان تساعده، فلازم يتماسك وما ينهارش وهو بيبكي اساسا. فبيروح يكلموا المحامي اللي بيعرفهم فان افضل طريقه عشان يساعدوه هو اثبات انه كان بيعمل حاجه تانية وقت القتل، بس ده هيكون صعب عشان وقت الوفاه مش متحدد، وبكده صعب يتابعوا خط سيره لمده يومين. وبتعرفوا ان بيكون شغال وهيتحقق من سجل التوصيلات دي كلها وهيدوروا عليها. فبارك تايجونغ بيقابل المدعي اللي شايف ان بينكر الجريمه دي، وعشان كده بيعرفوا ان لسه مش عارف هما ليه تهموه اساسا، وناوي يثبت براءته وبيروح يكتب ويسجل هو كان بيعمل ايه. وكمان سجون واصحابه بيحاولوا يجمعوا اللي كان بيعمله، وبيعرفهم هو كان بيعمل ايه معاهم برضه، وبيشغلوا كلهم عشان يثبتوا براءته وكان بيعمل ايه، وكل حاجه مع الاصرارات الخاصه بالتوصيل بتاعتها. والناس عارفه في انه مستحيل يقتل فعلا، بس بيروحوا يجمعوا كل حاجه والحاجات الناقصه يجيبوها من كاميرات المراقبه. والمحامي بيشوف انهم جدعان فعلا مع اصحابهم وبيتبسط منهم، وبكده هيكون دفاعهم قوي جدا وممكن بنسبه كبيره يخرج براءه. وبيروح ياخد الادله دي كلها، وسجين خايفه عليه وبتتساءل عن احواله حاليا وبتبكي. فبيجي ميعاد المحاكمه في المحكمه، وهو بيكون واقف ومتابع سجين وبيطمنها وبيطمنوه بالفعل. ومن هنا المحامي بيروح يشرح هو كان بيعمل ايه، والقاضي بيشوف كل التوقيتات اللي كان فيها اصلا. وبيجي دور الشاهد اللي هيكون المدعي واللي تابعوا تحركاته واللي بيكون زي اللي عامله بالفعل، وكان مفكر في انه بريء على حسب اللي قدامه وعايز يوضح له هو كان بيعمل ايه. بس بيروح وبيجيب وبيوصل الطلب ده، وانه اتاخر 7 دقايق فوق وفضل وقت كبير عشان يوصل الطلب. وبيفتكر وقت ما كان نازل وشاف الزور دي وهي اللي اخرته، وبيقول عن النبات ده اللي جابه وحطه في الظل بدل الشمس وساب ملاحظه برضه. فبيجيبوا وقت ما ساعد الست كبيره اساسا وبيوروا له الشنطه دي اللي شالها وان دي اللي كان فيها الجثه اساسا، وبيكون المدعي ده بيواجه بكل اللي حصل وبيحاول يثبت عليه ان هو اللي قتل ونقل الجثه وكل ده. وبارك مش مركز خالص وبيقول في ان كان معاه فون الضحيه، وبيجيب صور وهو في المتجر ومعاه فون وبيثبت عليه كل حاجه. وبيتصدم بشكل كبير من ده وان ده الفون الخاص بالضحيه قرب المكان اللي لقوه فيها، وبيواجهه في انه بيكذب. بس بارك تايجونغ بيكون بيقول الحقيقه اللي حصلت فعلا، وعشان كده بيروح يبين تحركاته، وبيكون لقى دليل جديد خدوه وصوروا تقطيع الجثه في دور البيت اللي كانت بتعيش فيه، وانه حطها في ميه دافيه عشان يتلاعب في وقت الوفاه. وسوجي بتفتكر وقت ما كانت معاه وبيبص لها وبينكر ده اساسا،
وبيوريله تطابق السائل اللي بيتطابق معاه في كل حاجة. وكل ده بارك تايجونغ بيقول في انه مش هو القاتل، والمدعي بيفضل يضغط عليه وبيخليه يقوم ويقول في انه مش هو القاتل، وبيمسكوه بالعافية وان الادلة كلها ضده حاليا وبيكون مظلوم فعلا. وبيفضل ينفعل وبيبص لحبيبته واصحابه هم منهارين، عشان كده كل حاجة ثبتت عليه. وبياخدوه بالرقاعة، فسوشي بتروح تقابله وبتعرفه في ان محاميه ساب القضية ومش لاقيين محامي تاني، وده مع اقتراب المحاكمة الجاية. وبيروح يتأسف ليها بس بتطلب تشوف ايده علشان هو عمل ايه بالصور اللي كان لابسه واللي كان معاه، ومش عارف هو فين اصلا وبتبكي. وبتشك في ان هو القاتل وبتبكي كتير عشان مش لابس الصور بتاعها. وبتعرفه انها متأكدة في ان هو مش هيعرف يقتلها ولا يقتل حد، بس في جانب ما شافتهوش فيه ولازم يبين انه ندمان عشان ياخد حكم مخفف. وبتطلب منه انهم ينفصلوا وبيفضل يطلب منها انها ما تسيبهوش، بس هي بتقرر تتخلى عنه وبتسيب له الصور ده وبتمشي وهي بتبكي. وهو بيتصدم بشكل كبير، فبياخدوه في عربية الاحتجاز دي وهو لسه مش عارف ايه اللي بيحصل له. فبيوصل عند السجن عشان هيروح فيه. هو بيكون خايف ومرعوب عشان دي حاجة جديدة عليه انه راح بالليل وسط المساجين الكتار دول، واللي زعمهم بيعرف بيه، وحرفيا الحياة بتسد قدامه بسبب حاجة وما عملهاش أصلا. بيعرفوه مواعيد السجن هتكون عاملة ازاي، وإن بعد الفطار اللي عليهم حكم هيروحوا المحكمة، أما الباقي يتشغلوا، وإن بيتعاملوا كويس عشان هيكون في حدود بشكل كبير عليهم، ويتعاملوا معاملة تانية لو وحشين، وإنهم ينسوا حياتهم اللي كانوا عايشينها بقى. وطبعا بيكونوا بيكشفوا عليه وبيصوروه وبيجهزوا إنه يبقى مسجون رسمي وهو يعني مظلوم. فهنا بيجيله محمد فعام مش مشهور واسمه سنغرام كيم، وبيعرفه بنفسه وهو يا عيني في دنيا تانية لسه ومش مصدق اللي حصل له ده خالص. فبيعرفه في إن شاف قضيته ولقى حاجة غريبة، وهم إنهم مفكروش في أي احتمال تاني أكنهم ماشيين على نص واخدينه. بس بيكون تايجونغ ما شافش البنت اللي اتهم في قتلها أصلا وعايزه يساعده، ده اللي كيم جاي عشانه. وبارك تايجونغ بيحلف ليه في إنه عطول طيب ومش بتاع مشاكل، فيجي يتهم في قتل مرة واحدة كده وإن كل ده يحصل له ليه. فبيروح يسجل له عشان يفتكر أي حاجة حتى لو تافهة، وعشان كده بارك تايجونغ بيبدأ يفتكر عشان كان منفعل وقت المحاكمة، فما افتكرش وإن هو الصور ده مش بتاعه، وهو ما راحش هناك خالص، فمستحيل يكون بتاعه أصلا، علشان هو وقعه عند أخوه تايجين وقت ما كان عنده ونام عنده شوية قبل ما يروح يوصل الطلبات. هو متأكد من ده، وعشان كده كيم ده بيقرر ياخد كلامه بجد. هو مش عاوز يعرف حد باعتبار في إنه يساعده وهيحقق ده في السر أصلا، والحاف ان المحامي كيم ده مش بيساعده ولا حاجه علشان هو تابع القاتل يوهان اللي مسبب له كل ده اصلا، بس بيضحك على حبيبنا الغلبان ده. فبيخلصوا بيمشوا، بس عصابه السجن بياخدوه بالعافيه وبيعرفوا الحارس اللي عامل نفسه من بنها. هو بياخدوه عند زعيمهم بقى واللي اسمه يو دوك سو، وبيروحوا يسالوه عن مده حكمه بس مش بيرد، وبيحاول يهرب منهم عشان كده بيضربوه وبيثبتوه في الارض، وبيعرفوا انه يرد بدل ما يقطع ايده ويلعب بها كوره، وبيسألوا عن مدة حكمه واللي بيكون مدى الحياة زي الإعدام كده. ومفكر في انه زعلان عشان هو اغتصب بنته وقتلها وقطع جثتها، بس بركة تايجونغ بيعرفه في انه ما عملش اي حاجة من ده اصلا، وانه مظلوم وحقيقي صعب عليه كتير. وكلامه ده بيضحك يو جدا وبيقرر يمشيه ويشوفه بعدين. فبيروح للسجن بتاعه مع الشخص ده اللي بيفضل يتنمر عليه وبيتكلم على انه اغتصب البنت دي ولفت انتباه الزعيم وبيزعق فيه وناوي يتخانق معاه، بس بركة تايجونغ بيقرر يكون لوحده وبيكون عنده امل في المحامي كيم انه يخرجه من هنا. فبيعدي الوقت والزعيم يو بيروح وبيحاسب المساجين عشان بيكون عايز منه مال، وبيتنمروا عليه وبركة تايجونغ بيشوف ده وبيخاف بشكل كبير اصلا. فبيروح ياكل والاتنين دول بيقعدوا معاه وبيعرفوه في ان يو ده هو الزعيم هنا وحكمه اتخفض ل 12 سنة بس، وهو معاه مال كتير برضه، وان كان عنده اخت صغيرة بس في شخص اغتصبها وقتلها، وان لما حد بيتسجن بنفس التهمة بيخلص عليه. هو بيكون مستقصده حرفيا وهما يساعدوه بقى وبيخلصوا وبيروحوا يمسكوه بالعافية. هو بياخدوه الاتنين دول وبيجربوا فيه. فبيعدي الوقت والمحامي كان بيروح له وبيعرفه انه راح لاخوه بس لقى شنق نفسه عشان ما استحملش ده خالص، وبيمشي وبيسيبه في صدمة زي ما هو. فبيكون ماشي وهو وحيد كده ومش حاسس بنفسه وبيضربه حرفيا وبيكون ضعيف ولسه في حالة صدمة، وبيفتكر اخوه تايجين اللي ما استحملش ده ومات، وبيجيب اللوم على نفسه عشان هو السبب كده في موت اخوه وبيبكي بشكل كبير. والراجل ده بيشوفوه وبيبكي وبيستغرب، فبيروح وبيكون قاعد لوحده على طول من غير نوم، وبيقرر يقوم علشان يشنق نفسه بقى ويموت على امل انه يتخلص من حياته دي. بس بيجيله صوت من بعيد وبيفتكر اخوه وهو معاه وراح وشاف الموقع الجديد بتاعه، وانه اتعلم من امه زرع النباتات دي وشايف انه مش بيحبها علشان هو مش صبور، خصوصا
ان النباتات بتكون محتاجة الاهتمام على طول، وبيعرف يهتم بيها وبيخليها تزهر. بس تايجين شايف ان ده صعب وانه غريب فعلا، وبيكون بيحبوا بعض وبيواجهوا في انه كان بيرجع كل حاجة للحياة، فازاي قتل نفسه بقى. وبيعرفوا ان يمشي وبيصرخ فيه بس انا بيفوق على طول، وبيكون بقى بيتعالج نفسه وبيعاني حرفيا، وبيحاول يهدوه وربطنه حرفيا. فزمايلي بيروح عشان يقابلوه بس المحقق بيرفض علشان السجين هو اللي رافض، وبيمشوا بالعافية وهما مش عارفين ليه بيعمل كده وشاكين فيه اساسا. فبيعدي الوقت مع وصول بارك تايجونغ للكنيسة مع القس ده اللي متابعه واللي شايف حالته انه وزع على الكل ما عدا هو اللي قاعد في العيد، وقرر يديله طعام فيه. وبيكون مش عارف ايه اللي بيحصل، وان الكل بيتكلم وحش عنه عشان شافوه بيبكي، بس مفيش خصوصية هنا اساسا. وبيكلمه وتايجونغ في عالم تاني اساسا، وبيعرفوا ان اسمه يونغسيك نو، وكل ده وتايجونغ في عالم تاني، بس نو بيديله الحلوى ده عشان ياكل. وبيعرفوا عن وظيفته فانه بقى شغال في الكنيسة دي من 15 سنة، وبيروح يشوف العلامات اللي على ايده، وانه طول فترته ما كانش بيشوف حد زيه كده. بس هو فكره من تاني بحالته دي وعايز يتأقلم بسرعة علشان هو لسه مش مستوعب ان المكان ده سجن، واكيد بيحس بالظلم والعذاب الشهور الاولى، بس مفيش قدامهم خيار غير انهم ينجوا. وكلامه ده بيأثر فيه جدا وبيخليه يبكي اساسا علشان هو كان عايش حياته والكل بيحبه، ودلوقتي دخل السجن وبقى مظلوم ومع اوحش الناس وبيفضل يبكي. فبيعدي الوقت وبيروح يكتب الجدول اللي المفروض يمشي عليه، والحاف انه بيكون بيتنمروا عليه وبيضربوه، وعشان كده بيروح يتمرن، وانه ده ساعده في التكيف على الحياة، وانه يشغل نفسه وبيشتغل بشكل كويس. والمراقب يانغ تشول ده متابعه وبيزرع، بس بيروح وبيحاول في انه يتدرب على القتال اساسا، بما انه بيتدرب كل شوية في السجن ده، وبيحاول انه يتدرب عشان يعرف يقاتل الوحوش دي بقى. هو بقى بيتحمل وشغال بشكل كويس فعلا، وبيحط لنفسه جدول للتمرين عشان يعرف يتعامل بشكل كويس. وحتى لما بيروح يضربوا فيه ويقاتل بشكل كويس بيكون بيتجنب ده، وعشان كده زعميه بيروحوا بيضربه هو، ونو بيديله هدايا عشان يعرف يتمرن كويس ويعرف يتحمل اللي بيعمله. وبيقرر يتدرب اكتر من اي وقت فات، وبقى بياكل وبيتكيف، وحرفيا حياته بقت بتتغير بشكل كبير، وبقى ياخد شهادة التأهيل المهني في كل الحاجات دي، وهو بيتدرب بشكل منفرد مع نفسه. فبيعدي 5 سنين مع قص المصايب كلها بطلنا التاني واللي اسمه يوهان، وهو بيتكلم مع شخص عاوز يخفي ولادة جديدة، ومن الواضح في ان يوهان ده غني وبيعرف يتحكم في كل حاجة أصلا، بس بيروح في أوضة وبيتابع كل حاجة حرفيا وبيراقب المكان بالكامل. فبنروح للسجن بارك تايجونغ اللي بيكون بيزرع كويس، بس مراقب يانغ تشول بيجيله وشايف انه بيعرف يزرع، وشايف انه بيتعرض للتعذيب في السجن، وبيتضرب وبقى عنده ندبة على وشه ومش هتروح. هو بيكون مش عايز يتكلم معاه أصلا، وبيديله النبتة دي اللي بيعرفه انها بتاعته، بس في مرض ظهر عليها ومش بيهمه ومش بيتكلم معاه، بس بيعرفه انها محتاجة تتغذى ولازم يحطها في الشمس. وبيعرف يتكلم معاه طالما حاجة خاصة بالنبات اللي بيحبه، وبينصحه وبيمشي. بس انه بيجيله على طول وبيكون بقى اول مقرب منه كتير على التكيف في السجن، وبيجيب له ياكل وبيعرفه في ان المساجين كلهم بيتكلموا عن جرايمهم اكنهم شرف ليهم يعني، وهو مش كده وشايفه مختلف عن الكل. وبيديله قلادة عشان لازم يكون كويس وبلاش يبكي من تاني، وشايف انه متغير كتير اصلا. وبيعرفه انه يخرج من السجن النهارده وبيصدمه وبيحزن علشان هو كده يكون وحيد، ويتكلم مع القس علشان يخليه مساعده بقى، وبيفرح ليه وبيكون هيطلع وهيشتغل في متجر تصليح ادوات الكترونيه، ويجرب حظه فيها وبيحزنوا علشان مش هيتقابلوا تاني بقى. فبيعدي الوقت وبيروح عشان يمشي معاه ويودعه، وهو مش عارف هو ليه كان بيعامله حلو كده، وده علشان هما كويسين مع بعض، وانه ساعده علشان حب في انه يعيش بقى وبيتأثروا، وبيشكره عشان كان هو الشخص الوحيد اللي سمع له. فبيروح يودعه وبيمشي من السجن بقى وبيحزنوا هما الاتنين، وخصوصا بارك تايجونغ علشان هو كان كويس جدا معاه، وبيروح يشكره على كل حاجة وبتأثره كتير. فبيعدي الوقت وبيروح يقرأ في الإنجيل، وبيكون لسه واحد زي ما هو، بس انا بيلاقي فيه شخص جديد بيتنمر عليه وبيفكره بنفسه وقت ما دخل السجن. فبيكون في الكنيسة ويانغ تشول بيجيب له معاه وبيروح يتكلم معاه، بيعرفه انه حاسس بيه وبيديله الانجيل عشان يقرأ فيه وهو يخليه كويس، بس بيعرفه انه بريء، ولو ما كانش راح ودى الفون ده لصاحبه ما كانش ده حصل له اصلا، وبيصدمه علشان ده نفس اللي حصل له. وبيقول له في انه لقى فون وهيديله مال لو وصل له، وفي كاميرا صورت ده وحرفيا بيكون ده نفس القضيه بتاع بارك تايجونغ اساسا، بس الشخص ده بيكون بريء وان حجه غيابه مثبته، وجاله محامي دفاع وقال هيساعده. وبيلاقي في ان ده كيم سانغ اساسا وبيتصدم
وبيعرفوا ان المحامي ده كان معاه برضه، وان اتقال له ان امه انتحرت، وده اللي حصل مع اخوه حرفيا. وبيعقل كل حاجه وشايف ان الناس دي اللي خططت لكل ده ومش هيتخدع فيهم. وده بيخلي بارك تايجونغ يروح ويدور في اللي حصل له للدرجه اللي مش بينام اصلا. وفجاه بيحصل حاجه غريبه، وبيلاقوا ان الشخص ده انتحر عن طريق بلع الكتاب. وبارك تايجونغ شايفه وهو مذهول وبيتصدم بشكل كبير علشان ده كان نسخه منه. وبيعرف وقتها انه مش لازم يسكت عن حقه خالص. فبيروح بيقابل المحامي كين بحجه انه لقى دليل، وبيروح يسجل عشان يوريله الدليل. وعشان كده بيعرفه في ان في سجين انتحر اللي كان عرض له مساعده، وبيعرفه ان لو قال له الدليل فهيساعده ازاي. بس كيم عايز يعرف الدليل الاول، وبيخليه يبص له في ان هو القاتل فعلا ولا اللي لفق التهمه ليه، وانه قال لامه انها انتحرت فعلا، وشايف انه ما عندوش دليل. وبيعرف وقتها في ان هو شغال معاه اساسا وهو اللي لفق ليه التهمه، وان اخوه تايجين ما انتحرش، وعايز يعرف مين اللي قتله وبيضايق عليه. والكل بيروح يثبتوه هنا بالعافيه، وبيروح يواجهه في انه لسه حاسس انه مظلوم بعد كل السنين دي كلها. وبيفكروا بكل الأدلة دي أصلا، وإن في شخص هو اللي قتل أخوه خلاه يبان في إنه منتحر، فمش هيعرف يعمل حاجة حاليا. وبيعرفوا إن أخوه مات بسبب اللي هو عمله، وبيعرفوا في إن هو اللي قتل أخوه، وعشان كده بيحلف ليه في إنه هيلاقي طريقة عشان يقتله، وبيخليه يتريق عليه عشان هو مسجون فإزاي يعمل ده. وبينصحه في إنه يكتب رسالة ويشنق نفسه جايز القضية تتفتح، وبيضحك وبيتضايق فيه جدا. وبياخدوه هنا على طول، فبيطلع بيكلم اللي معاه علشان هما اتكشفوا حاليا. فبيروح الكنيسة وبيكلم القس في وقت متأخر كده، وبيعرف انه مش هيكون المساعد بتاعه هنا علشان نعرفه في ان بقائه حي دي هبة. وبيفتكر كلامه مع المحامي وبيتضايق وبيجرح نفسه كمان، وبياخد المسمار ده معاه والمزاد الخاص على القطعة الأثرية دي، واللي بيكون بيوصل للمليارات حرفيا. والحوار كله على القطعة الغريبة دي أصلا، بس في شخص بيكون متابع على النت وبيزايد، وبيكون بيتحدى الراجل ده. هو بيوصل ل3.5 مليار وين، وهياخد وقت عشان يقرروا. وميونغ ده بيمشي وبيروح يكلم الشخص اللي بيتزايد معاه، وبيروح يعرف منه تمن حياة بنته، وبيخليه يدفع أكتر وبيهدده أساسا عشان ياخد المنحوتة دي ويجيبها ليه. وبيروح يعرض 4 مليار كل شوية، وكل شوية يرفع السعر عليه وبيصدمه وبيصدم الكل حرفيا. وكل شوية يوهان ده بيزود وبيصدمه بشكل كبير. هو بيضحك على أساسا وبيكون هيوصل ل6 مليار، وهو عارف هيعمل ده ازاي بالعافية. هو بيكون على اخره حرفيا وبيستمتع بمعاناة الناس التانية وبيرتاح بشكل كبير علشان هو كده ما زودش عليه بقى وبيضحك. هو بيكون مفكر الناس لعبة حرفيا، فبيروح يمشي وبيروح يركب العربية بتاعته الغالية دي، والكل بيكون تحت امره حرفيا في اي حاجة. وبنعرف ان يوهان ده شاب غني جدا وبيوصل اللي هو عايزه دايما، وبيتحكم في كل حاجة حوالين منه. وبيعرف شخص فان الراجل اللي دخل السجن بدل ابنه مات وانتحر، واللي بيكون قابل بركة تايجونغ اصلا، وبيروح يركز في منحوته وبيعمل اللي عايزه في حياته. فبنروح الاجتماع ده واللي مش عاجب مجلس الإدارة، بس يوها مش مركز نهائي وبيسكت لغاية ما بيجيله فون من كيم عشان هم اكتشفوا ولازم يخلصوا كل حاجة أصلا. وبيقرر يعمل ده وبيشتري الأرض اللي الخلاف عليها، وبيروح يرن على الشخص القاتل اللي بيعمل كل العمليات دي أساسا وبيمشي. فبنروح لبارك تايجونغ وهو ماشي، وبيجيله المساجين دول عشان يضربوه بس بيرفض، وعشان كده يو بيجيله عشان شايف انه بقى جريء جدا، وبيضحكوا عليه وهو متعصب كده وشايفينه في ان اداء عشان يتدربوا عليها مش اكتر. وبيروح يتخانق معاهم وبيعرف يحاربهم بالفعل، وبيروح يخبطوا في دماغه وبيجرحوا، وعشان كده بيروح يتحارب مع البيئة اقوى من الاول كمان. والكل شايف ده ان بقى اقوى من اي حد لغايه ما بيوصل للزعيم يو بيبان قدامه وبيعرفه في ان بلاش يلعب معاه بقى. هو بيمشي على طول وهو خايف منه اساسا. فبنروح للبنت الجميله دي واللي اسمها نيون، بس وهي مع صاحبتها ورايحه لابوها عشان تاخد منه مال، وبالفعل بتروح مش بتلاقي عنده اي حاجه، وبتكون بنت عاق حرفيا، وبتلاقي كل المال اللي مخبيه منها عشان مش عارف يقف قدامها اساسا. وبتشوف صورته مع بارك تايجونغ وشايف انهم مقربين كانهم عيله، وبتدخن وبتاخد المال منه وبتجرحه عشان الصلاه مش هتغفر اي حاجه. هو بتروح تمشي مع صاحبتها دي اللي بتقترح عليهم في انهم يروحوا ياكلوا طعام كويس، بس هي بتركز في متجر ابوها وبتمشي على طول. فبيروح يخبي المال منها على قد ما يقدر، بس القص بيجيله وبتفزع منه وبيكون جاي عشان يتكلم معاه، وبيوريله في ان تايجونغ ما قبلش يكون مساعده اصلا. فبنروح للسجن ويو بيكون بيتنمر على الضعفاء دول، وبيفتكر بارك تايجونغ في ان بلاش يلعب معاه تاني ويبعد عنه وبيتضايق وبيمشي على طول، وشايفين في ان وضع في السجن مش مظبوط. والمساجين بيتكلموا في ان بارك تايجونغ وقف في وش الزعيم وكان هيكسروا في بعضه، وهو بيشوف ده وبيتضايق عليه وبيروح يضرب فيه بشكل كبير.
وبيطلع غضبه عليه حرفيا لغايه ما بيكون هيموته. بس الشخص ده بيجي واللي اسمه دو، وبيكون معاه ناس تبعه وبيعرف يحارب، وبيروح ليو اللي بيقل منه عشان ما يشوفوش بعض بعد وقت كبير اساسا، وبيروح يضربه لما بيفكروا بالجرح اللي على وشه ده. بس هنا محقق بيجي وبيشوف اللي هو عمله وبيقرر ياخده لمدير السجن، وهو بيقل من كل حاجه كده. فبيروح يتكلم معاه مع مدير السجن، واللي بيكون بياخد منهم المال اساسا. هو بيكون عامل الحلبة دي عشان يتحارب وياخد المال من باقي المساجين، وجا عشان يقوله في ان في شاب انتحر وفي كلام كتير حاليا، وبكده يركزوا على ان في حاجة مش تمام. وبيروح يديله 2 من السجناء اللي معاهم مال كتير وبعتهم ليه عشان ياخد منهم المال بقى. فانه بيروحوا بيقابل بارك تايجونغ، وبيكون جاب له فيتامينات عشان القص راح له من ايام، وكان قلقان عليه وبيطمن على اللي بيحصل في السجن جوه، او هو بيجيله افكار وحشه او انه بيحاول ينهي حياته، بس بيطمنه علشان هو كان بيبص على الزور على طول، وجه الوقت يبص على حاجه تانية اساسا. وبيعرفه ان بريء وهيخرج من هنا وهيعمل ده بنفسه. فبنروح ليو اللي عصابته مش حابين انهم يسيبوا بارك تايجونغ بعد اللي عمله ده، بس هو هيسكت عشان مدير السجن. وبيروح يكلم جو جيونغ اللي بيعرفه انه يتحكم في نفسه ويسيب المهمه دي لجو بقى. فبنروح لبارك تايجونغ اللي بيفوق من النوم، وبيروح يقرأ في القضية بتاعته دي، وبيشوف تخطيط السجن بقى، واللي بيروح هو بيشتغل عشان يعرف يهرب من السجن ازاي، وبيشوف المداخل والمخارج اللي هنا، وان الوقت اللي هيكون متاح يخرج فيه هو نص ساعة، وبيشوف كل حاجة في المكان حرفيا، وان وقت خروجه هيكون الساعة 4 مش اكتر. وفجأة في شخص جديد بيجي واللي بيكون اسمه جيونغ اساسا، وبيأجل التعارف معاه لبكرة وبيروح ينام. فبيفوق من النوم وبيروح عند بارك تايجونغ، واللي بيفوق عشان هو بيحاول يخلص عليه اساسا وعايز يعرف من اللي بعته، بس مش بيهمه، وبيقرروا يروحوا يتحاربوا. وبارك تايجونغ بيكون اقوى منه بس بيتحارب معاه برضه على الرغم ان جو معاه سلاح. فبيعدي اليوم مع طلوع الكل وخصوصا بارك تايجونغ، وشايف انه طلع وجو متبهدل كده بسابه، وبيتحداه حرفيا وشايف ان يو هو مشكله لازم يتخلص منه، وبيقرر يروح له في الطعام، وبيقعد ياكل معاه وعايز يعرف وليه بيروح وراه، وعاوز يتوقف وينسى اللي حصل، بس يو شايف انه ملوش قيمة، وعشان كده بيعرفه انه يموت عشان هو يسامحه بقى. وده بيخلي بارك تايجونغ يستغرب، وبيعرفه عن اخته وان هو اللي عمل كده وبيتضايقه جدا. هو بيروح يضربه، وطبعا تايجونغ بيستفز فيه وبيسيبه يضربه عادي، وعشان كده محققين بيروحوا يوقفوه اساسا. هو بيصعقوه على طول، وينغتشول بيجي وبيشوف ده وبيطمن عليه، وده خطة عشان يتخلص من العقبة اللي قدامه دي، وده متابع ده. فبيروح يتم بالظهور، ويانغتشا بيعرفه ان يو اتحبس انفرادي، ولو عايز اكتر يقدم شكوى بس بيرفض. هو بيخلي يانغتشا مستغرب عشان هو امتى هيقدم شكوى اصلا، وبيكون جايب له اسفنجة وبيحاول يقرب يانغتشا بيه، وان امر تغيير المنطقة هيكون صعب فيفضل هنا حاليا. وبيروح يفكر في الاسفنج ده اللي بيحطه في الزهور وبياخدها معاه وهو داخل علشان ده طلب يانغتشول. هو بيدخلها للمكان ده وبيخفيه عشان ده اول مرحلة من هروبه. فبيروح يخلصوا اللي بيعملوه عشان النور هيطفي بعد 5 دقايق، وبيتكلم مع جو عن اللي ناوي يعمله حاليا علشان هو كان ناوي يغفله بس معرفش. فبيعدي اليوم مع جو اللي بيكون لوحده بس بيتشد، وبيكون بارك تايجونغ عمل فيه حاجة واتأخر عن الاجتماع ده، وبيقرر يروح للمنطقة بس عشان يحرسوها، وهو اللي بيروح مكانه وبيبقى المفتاح ده وبيمشي عشان بيعمله في النباتات ويعمل مفتاح زيه، بما انه بيحاول يهرب من هنا بسرعة. فبيعدي الوقت والسنة بتمطر بس الدكتور ده بيوصل، واللي بيكون شغال مع يوهان اصلا، وبيقطع الجثث وجاي علشان التطعيمات، وبيركز في تايجونغ وبيشوفه، وبيروح يجيب قائمة اللي هيطعموا النهارده واللي فيهم بارك تايجونغ، وبيكون محضر ليه علاج تاني خالص. فبيروح يعرفوا مساجين باللي بيحصل، واللي منهم بيكون تايجونغ وبيكون واخده من غير ما ياكل عشان يصلح عربية المحقق ده، وعايز يروح وياخد اللقاح وبعدها ويمشي. بس اول ما بيعمل ده بيروح الورشة وبيروح وبيقطع زي المفتاح بالظبط بسرعة من غير ما حد يشوفه، بس المحقق ده بيمشي عشان يديله طعام مقابل اصلاح العربية. وده وتاي بيعمل المفتاح والمحقق رايح له اساسا، وكل ده هو بيعمل المفتاح وبيلاقي صوت لما بيوصل، وبيلاقيه بيعمل في انه بيعمل عربية ومش هتعمل صوت تاني، وبيديله طعام ياخده وبيجي ماشي بيوقفه ورايح عشان يشوف المفتاح بتاعه، وبيجي ومش بيلاقي اي حاجة معاه بس بتكون في الطعام ده اساسا، وبيمشي ووراه الشخص ده وبيجري وبيحاصروه هنا رجال الدو اساسا، وبيرحب بيه على طول وبيحاول يتقرب منه عشان هو اكيد عايز يتخلص من دو، وبيقترح عليه يقف في صفه بس تايجونغ بيرفض، وعشان كده بيخليه يفكر عشان لا اما يكون حليف او عدو، وبيمشي على طول وبيروح يرفض ان اي حد يقرب منه خالص، وبيكون دو عايزه معاه في الفريق بأي طريقة. فبيمشي وبياخد المفاتيح، وبيفتكر كلام نوف ان الخروج من هنا مش سهل خالص،
ومحروسة من كل مكان، وده مستحيل عشان يهرب. بس هو بيقرر يخرج من البوابة الأساسية أساسا، وبيجي ماشي بيلاقي المحقق عنده في الزنزانة، وبيروح وبيشوف ان ما خدش اللقاح والكل بياخده معاه تايجونغ. وبيجي دوره بيروح الدكتور ده عشان يحط له الحقنه، وان بعت شخص بداله عشان في قتال بكره، وهو راهن عليه بمال كتير وعايز يكسب بقى وبيشجعه بيمشي. وبيكون مصدوم اللي بيحصل هنا، فبيروح له وبياخده معاه علشان الوقت قرب والمفروض يخلص بعد ساعة أساسا. فبياخده بيروح عند دو عشان مش عايز حاجة وحشة تحصل، وبياخده بيعرفه إن رجالة يو اتصدموا لما شافوه معاه، وبكده هو يتخلص منهم، وبيكون عايز يفوز عليهم بأي تمن. وبيشوف الميعاد عشان يخلص، وبيروح يضرب فيهم وبيضايق في دو جدا وبيمشي على طول. فبيروح يمشي وبيشوف إن يانغ تشول عرف مكانه علشان هو ما خدش اللقاح، والوقت بيعدي عليه وعايز يمشي وبيعرف بيه، وبيروح عشان ياخد اللقاح، وبيكون هيحقنه باللقاح ده وبيركز فيه وما يعرفش اللي يحصل له اصلا، وكل تركيزه على ان ما عادش غير نص ساعه، والدكتور مركز معاه وبيخلص هنا علشان بيكون هيموته بقى وعايز يرتاح، وبيطلع يبعت ليوهان في انه يموت خلال نص ساعه. فبيكون معاه المفاتيح والمسمار وبيستعد انه يخرج بقى، وبيبدا يتحرك وبيروح يفصل كاميرات المراقبه والكهرباء من المكان كله، وبيخلي الشرطي يطلع من مكانه، وبيروح عشان ينفذ خطته ويطلع من هنا، وبيمشي كأنه عامل نظافة بقى، وبيروح عشان يجيب ملابس عادية عشان يعرف يهرب، وبيدور عليها في الحاجات اللي موجودة، وبالفعل بيروح وبيغير ملابسه علشان يعرف يهرب من السجن ده من البوابة. وده هو متابع الوقت أساسا، فبيروح يتابع المحققين اللي في المكان، هو بيتخفى كعامل نظافة وبيمشي وبيفتح البوابات بالهوية اللي خدها من الضابط ده، وبيروح وبيكون مش عارف يهرب، وبيتخفى لما الشخص ده بيجي، وبيلاقي في ان في اثار حاجة غريبة موجودة، وبيدور عليه علشان شاكك في ان في حاجة بيحاول يهرب بقى. وطبعا تايجونغ بيكون متخفي هنا، بس تأثير اللقاح بيبدأ يشتغل علشان هو كده هيموت اصلا، بس بيقوم وبيكمل قبل ما الوقت يخلص. وده انه متابعه لبره وشايف انه مش هيعرف يهرب بس هيستناه، فتايجونغ بيفضل يجري في محاولة منه للهرب، وده بعد ما حط خطة عشان يشوف كل حاجة. بس هو بيكون تعبان جدا وبيقرر يروح يغير الملابس بتاعته لملابس مدنية، وبيروح عشان يطلع من فتحات التهوية دي بقى، وبالفعل بيكون بيعمل كده. بس المحقق ده بيلاقي وجود عربية تنظيف، وشايف ان العيب من عمال النظافة، وبيسمع صوت في المواسير اصلا، وبيروح يخبط عليها وبيتصدم بشكل كبير، وبيفكر في ان ده اكيد من التنظيف، وبيروح بيحاول يهرب، وده وسط متابعة نور للمكان، وبيحاول يتخفى لما ينغتشول بيجي اصلا وبيقفله. فتايجونغ بيروح هو تعبان وبيحاول يهرب ومش قادر يصبر، هو بيكون تعبان جدا وبيمشي في المواسير ده اصلا، والمحقق ينغتشول بيتكلم مع نور اللي بيعرفه في انه جاي للزيارة وفاتته، بيكون عايز يساعده بقى بس بيجيله فون، وده في حين ان بركة تايجونغ بيكون تعبان بشكل كبير وهو ماشي اساسا، وينغتشول بيروح يتزعق فيه علشان عمال النظافة كسولين جدا وهو ورديته الصبح، وبيقرر يمشي ويستنى بقى وبيخليه يمشي رغم عرض ينغتشول عليه على طول، واللي بيمثل في انه هيمشي وبيروح يعمل ده. فتايجونغ بيكون ماشي وتعبان جدا، وبيطلع في قسم الشرطة وبيحاول يشوف ميعاد توصيل الطعام اللي بقى عليه 3 دقايق، والست دي بتتكلم عليه وبتعرفه ان حفيدها جنغجو مسجون هنا وجايه تزوره، بس بيروح يقطع شنطة الست دي اللي بتقع، وبيتلبخ وبيروح يطلع وبيمشي بسرعة بقى، وبالفعل بيكون بيعمل دوا تعبان جدا اصلا، وبيروح يطلع وسط ما قلبه بيدق بسرعة ومش شايف حاجة حوالين منه، وبيكون مفعول اللقاح أثر عليه بالفعل ومش قادر ياخد نفسه، وبيفتكر أخوه وبيروح يقع وبيغمى عليه بعد ما طلع من السجن أساسا. فبنروح لسباق العربيات الغالية ده اللي متابعه يوهان، وبيكون مراهن على مين اللي هيكسب، وبيروح يتعرف على صاحب المكان وبيعرفوا انهم يبقى عندهم زراير تدمير العربيات كلها مع بعض، وبيكون بيحب الدمار دايما اساسا، والعربية بتاعتهم بتفوز برقم كويس، بس ده مش بيهمه نهائي علشان هو عايز يحصل حوادث ويخليهم يخاطروا بحياتهم اصلا، وبيعرفوا ان لو مات شخص فيكونوا في مشكلة كبيرة. هو ده بيضحك عليه علشان هو مش عايز كده، وبيتخلى عن الرعاية بتاعت الفريق ده، فبيروح ويكون بيبني البيت الكبير ده وبيحط مجسمات لكل حاجة وللتصادم اللي عايزه، وان لكل مكان بتكون فيه عربية، بس مساعدته بتيجي وبيعرفها في انه لا لعبة مسلية فعلا، وبيعرفها لمساعدته وبيضحكوا سوا وبيكونوا مش طبيعيين خالص اساسا، وبيكون عايز ينفذ الدمار اللي يحصل ده. فبنروح للمدير ده اللي بيوصل للسجن على طول وبيدخله، وبيشوف ان مدير السجن مكتبه صدروه اصلا، وفجأة هو بيوصل ليهم ومعاه يوهان طبعا وبيخليه يفضل موجود، هو بيحاول ان يخرجه بس بيجي وبيشوف ان هو المتحكم فيهم اساسا،
وبيعرفوا ان ينفذ اوامر الشخص ده اللي هو يوهان يعني، وبيروح يتعالى عليه وبيعرفوا ان ما يعرفش رئيسه، بس هو يعرف اشخاص كتار صحاب مناصب اعلى، وشايف ان معهم اعنى في المساجين اللي هنا، وبيفكروا باللي رئيسه قاله في ان يسمع كلامه على طول وبسرعه وما يقعدش يرغي كتير. وبالفعل يوهان بيروح يديله الظرف ده، وبيكون هو متطوع لانشطه كتيره وجايب له هديه، واللي بيكون سبائك دهب الواحده فيهم بتساوي 200 مليون وين، وهيديله كتير وبيعرفه عن المال اللي عرف بيه واللي اتاخد منه، بيكون عارف كل حاجة عنه أساسا، وبيخلي مدير السجن مذهول بشكل كبير، وبيقول إنه هيغرقه مال مقابل إنه ينفذ اللي يقوله عليه، وبيخيره بين إنه يبقى مفلس أو غني، وبيقرر يسمع كلامه بالفعل وبيقبل المقترح بتاعه، وشايف إنه ممكن يبعت السجناء اللي عليهم الشروط اللي يشتغلوا بره السجن، ومواصفاتهم في إنه يختاروا كل المساجين الخطيرة أساسا، ويبعت أي سجين بيكرهه عشان يزود اللعبة حماس، وبيخليه يوافق عليه وبيمشي على طول وهو بيحييه. فبنروح لينغتشول اللي بتابع الكاميرات اللي حصلت، وشايف ان تايجونغ اتحرك في كل مكان ونفذ خطة الهروب بشكل كويس، وعرف يشوف وهرب منين بالظبط اصلا، وبيروح يطلع نفس ما تايجونغ عمل ومشي في الانبوب ده، وبيشوف هيوصل لفين، واللي بيكون موصل للأوضة دي اللي ممكن تطلعه بره السجن، وبيعمل نفس اللي هو عمله، وبيروح للقسم وشايف ان في ثغرة موجودة بتوصل بين الاتنين دول، وبيروح يشوف ان فعلا خرج من بوابة السجن، ومستغرب من تفكيره كويس ده. فبنروح تايجونغ اللي بيفوق وبيستغرب من المكان، والدكتور بيعرفه ان القس شافه وانقذه، ولو ما كانش كده موجود كان مات، وعايز يعرف هو اخد ده ليه، عشان لقوا سم فران في دمه، وان المكمل اللي اخده اتعامل بمفعول مضاد مع السم، وهو يعتبر اللي انقذ حياته، ودي الفيتامينات اللي نوكان عطاها له اساسا. فبيروح يفوق وهو تعبان بشكل كبير، وبيقع هنا وبيكون بيعاني اساسا، بس ينغتشول بيروح وبيطمن عليه وبيكون رجع للسجن من تاني، ومش عارف ايه اللي حصل، وناوي يقول له انه ما خدش السم ده بنفسه، وحد حطه في طعامه، وناوي يراقبه بشكل كبير ومش هيحصل ده تاني، وبيعرفه في ان لو استخدم اللي عمله وهرب من البوابه الرئيسيه فكده ما تجيش في بال اي حد اساسا، وكان بيتعامل معاه بتساهل كبير كده. فبيعرفوا ان ما كانش بيتعامل بتساهل خالص، وبيقرروا يحققوا معاه لما يكون كويس، وبيعرفوا ان يشكروا على انقاذ حياته مره تانية، وبيخلي ينغتشول مستغرب علشان هو بيشكر الناس على طول، واكيد كان كويس بره السجن، فبيروح يعرفه انه بيستغرب هو مش فاهم قصده ايه. فدو بيعرف ان تايجونغ حاول هروب من السجن، وانه اتصاب بعد ما اخد سم فران، وبيخلي الموضوع غريب علشان لشخص بيحاول يهرب ياخد سم، وشايف انه بيفكر لحاجه. فيو بيروح يعرف من مساعده عن اللي بيحصل، وان بركة تايجونغ هو سبب انضمام رجاله لدو، بس المدير بيجي ومش طايقه اساسا، وبيفتكر المقترح بتاعه انه يخرجه من الحبس الانفرادي، وبيمشي وبيطلع يو على طول، وبيفتكر في انه كده خايف من تايجونغ وعشان كده كان بيضايقه، وبيقرر يمشي مع العصابه بتاعته، وبيعرف مكان تايجونغ اللي في العياده، وبيكون تعبان جدا، وبيشوف ان العصابه وصلوا لهنا والكل بيخاف، وبيلاقي حاجه غريبه بتحصل اساسا عشان رئيس العصابه يو كده يتخانق معاه اصلا، وفجاه الكهرباء بتفصل وهو بيأمن نفسه، فينغتشول بيتكلم مع الدكتور واللي بيعرفه عن اللي حصل، وبيروح يدخل عشان كده يحصل قتال، فالعصابه بتدخل مع يو، وبيفكروا في انهم رايحين لتايجونغ وبيقتلوه، بس مش بيلاقوه اساسا، وبيكون هو متخفي، وبيقرر يروح يحاربهم بقى، وبالفعل بيكون بيهددوا بالقتل، وينغتشول بيوصل وبيكون رافض يدخل لجوه، وبيتجمعوا عليه وبيمشي على طول، فيوب بيروح يعرفه انه تعبان كده اصلا، وبيقرر يروح يتحارب معاهم اكتر، وبيطعنوا فيه وبيتجرح، بس بيروح يمشيهم، وبيفضل يطعنوا فيه بس هو بيضربهم وهو تعبان كده كتير. فالمدير بيكون مع الكل وبيديهم مال عشان يعملوا المهمة دي، وكلهم بياخدوا وبيتراشوا بالمال، ويانغتشول بيروح ينبه الكل عشان في انذار، وبيجي فرق التدخل السريع وبيمشوا، والناس بتيجي وده وسط قتال تايجونغ مع العصابة، والمحققين بيوصلوا بسرعة، وده وسط ما بيكونوا بيحاولوا يقتلوا تايجونغ تحت متابعة يو، بس بيفك نفسه وبيجرحه وبيروح يكمل خناق، ولسه كده يو موجود ومتبهدل كده وكله دم، بس المحققين بيوصلوا والمساجين بيروحوا يقفلوا عليهم، فيو بيروح له وبيتريق عليه عشان هو ازاي ما ماتش بعد كل ده، وشايفه بينزف كتير وبيروح يطعنه جدا، وبيضايق في تايجونغ اللي بيفضل يضرب فيه وبيضربوا ببعض هما الاتنين، وتايجونغ بيثبته وبيطعن فيه اكتر عشان يسيبه، وبيتعبوا كتير، وده والشرطه والمساجين بيحاولوا يمنعوهم، بس يو وتايجونغ بيتحاربوا، وبيكون يو بيحاول قتله بشكل كبير، بس جونغ بيتفاداه
وبيروح يهدده بالقتل وعايزه يهدى بقى وعايزه يقتله، بس الشرطة بتدخل وبتضرب فيهم وعايزه يطعنه بس بيقطع ودنه هنا. ويانغ تشول بيجوا وبيشوف اللي حصل، هما مذهولين كده وبيكون كله متبهدل حرفيا. فبيروح يتحبس في سجن انفرادي وبيتخيل اخوه بيكلمه، بيفوق بيتاسف انه ما قدرش يحميه، هو بيطمن عليه عشان هو مش كويس وده وهو بيبكي ومش عارف يعمل ايه بعد كده، بس كل امله في انه يهرب من هنا حتى لو ده خطر. وبيقرر يلاقي العصابه اللي عملت فيه كده، وفجاه بيروحوا يغموه هو وكل العناصر الخطرة وبياخدوهم كلهم وبيضربوا فيهم كمان، وده تنفيذ لخطة يوان اصلا. وبياخدوهم بالليل كده وبيمسكوهم فعلا، وفعلا الفلوس بتعمل كل حاجة. فبنروح ليوهان اللي باني مكان ليهم وبيشوف سجلات المساجين الخطرين دول واللي بيكونوا متكتفين وبيروح يفكوهم، بس يوهان بيشوف جرايمهم الغريبة وان يو هو اللي عمل في اخته كده. بس انا بياخدوهم وسط ما يوهان متابع كله وبيشوف ان بارك تايجونغ واللي متكتف هو مرعوب. فبيعدي اليوم وبيطلعوا في المكان ده وتايجونغ مش عارف هو فين مع باقي المساجين الخطرين دول، بس انا يوهان بيجي ليهم وبيعرفهم عن سبب وجودهم هنا علشان هما يتحكموا بمصيرهم بقى، وبيفرح. وتايجونغ بيتضايق منه جدا ل5 سنين مع الخراب اللي حصل ده، وشخص بيتكلم ومن الواضح في انه قاتل. وبنعرف ان الشخص ده اسمه بايك ديكيونغ وبيكون بيشرب وسكران وشارب وحالته حالة اصلا، وبينكر في انه ما شربش وما خدش مخدرات اصلا بكميات كبيرة، بس بيروح يعرفه في ان البنت اللي معاه مش بتتنفس وماتت ومش عارف يعمل ايه، وبيكون خايف من الوضع ده اساسا. فبنروح للحفلة دي وما بيشربوا وبيستعدوا علشان يحضروا الحفلة دي، وبيتكلموا على ان في شركة بتكسب كل حاجة وهيسلموهم البيوت عن طريق القرعة، ومش مصدقين ده اصلا. وده كله وسط ما يهم متابع كلامهم اللي بيكونوا شاكين في ان الشركة دي علشان هي ما كانتش موجودة في البداية، وفجأة ظهروا وفازوا بكل حاجة وبيتريقوا. عشان كده بيروح يعرفهم في ان الشركة دي بتكسب من خلال امن البيانات والبوابات الالكترونية، وانهم ازاي يعاقبوها علشان هي اللي ممكن تعاقبهم لو قررت تعمل ده، علشان هي عندها مال كتير ورئيسها عنده فضول وبيعرف كل حاجة، وان نشاطهم هو تأمين البيانات. وبيتريقوا علشان هو رئيسها انضم فجأة من غير ما يعرف البيانات دي اصلا، فازاي بقى هو كان متوقع ده يحصل؟ وشايفين في انه موظف في الشركة دي اساسا، وبيعرفهم بنفسه في ان هو ملك الشركة دي وجاي عشان يفرح بس مش اكتر، وبيروح يرحبوا بيه وبيعرفهم في انهم هنا علشان ياخدوا اقل حاجة موجودة وهيديهم اقل حاجة فعلا، وبيضايق فيهم وهو ماشي والكل بيصوروه وبيحيوه على اللي عمله، وبيروح يطلع بيكون متعجرف ومحدش بيعرف يقف قصاده فعلا وبيحيوه، وهو بيشوف ده هما مش طايقين اساسا. فبيعدي الوقت مع الشخص اللي اتخانق معاه واللي بيكون ماشي وراح يركب عربيته، بس فجأة في ناس بتروح له وبيفصلوا الكاميرات بتاعة الجراج ده وبيكون عايزهم يمشوا من قدامه وبيشتم فيه، بس يوهان بيجي وبيقطع صباع اللي هدده بيه اساسا ومحدش بيعرف يعمل له اي حاجه، وبياخده بيروح علشان يحطه في التمثال ده وبيكون مش بيهمه اي حاجه حرفيا، هو بيعمل اللي هو عايزه ومش همه اذا قتل حد بقى ولا لا. بس مساعدته دي بتيجي وبتشوف انه فرحان عشان لاقي الحته الناقصه في التحفه الفنيه بتاعته دي وبتبارك له، بس فجأة بايك بيرن عليه وبيروح يكلمه وبيتكلم معاه في انه عايز حماية خاصة واللي ناوي يعملها له، ومقابل ده في انه يخليه يتستر على جرائم ابنه، ووقتها يكونوا مقربين من بعض. وبيدخل مركز البيانات بتاعته دي واللي من خلالها بيكون متابع كل حاجة حرفيا، واي مكان هو عايز يوصل له بيعمله، وبيروح يحرك الفريق ده اللي بيكون مصور ومسجل كل حاجة بتحصل. هو بيكون هو حضروه اساسا بس بيمسحوا في المكان بالكامل علشان يبان عند يوهان اكن الاوضه دي هي اللي قدامه بالفعل، وبيشوف الجريمه اللي هو عملها وبيتخيلها وقت ما راح علشان يتصرف في الجريمه اللي حصلت دي، وبيروح يدخل وراه وبيشوف ان قتلها ووداها البانيو وحطها في مياه دافيه زي ما قال له، وطلع وهو شايف البصمات في كل مكان رجله ومشي في المكان كتير رغم انه محذره. بس بعد ما يشوف المكان بيروح يشوف تسجيلات الكاميرا واللي في الاماكن القريبه من الحادث، وشاف البنت دي رايحه له اساسا وماشيه من عنده، وشايف ان عامل التصوير ده راح وشاف وعرف ان هيلبسها ليه هنا، واللي بيكون هو بركة هيجونغ اصلا، وراح وفضل متابعه وهو شغال ومصوره ومتابع تحركاته في المكان كله، وحرفيا شايفه في انه على طول مشغول وعنده اخ صغير وبيشوف انه مغرب بالنباتات على طول وعنده حبيبه كمان، وحرفيا متابع اماكن تواجده اساسا وبيعرف كل معلوماته، وهيبدا خطته في ان ازاي يخليه هو القاتل، وبيمشي الشخص ده وراه وبيبدا يتحركوا وبيروح الباب بتاعه بيصوروا كل المكان، وبياخدوا عينات من النباتات بتاعته كمان هو في مكانه، وبيكون من طريق مكانه بيروح في اي مكان هو حبه، ووقتها راح واخد البصمات دي كلها خاصه بيه علشان يثبتوا في ان هو كان هناك فعلا،
وبيمشوا بداله عشان يدل في انه غير البصمات دي كلها. بل هو متابع وقت ما كان بيقضي الوقت مع حبيبته وهيجمعوا اي حاجه تمشي من البيت، واللي بيروح ياخدها كلها حتى القمامه دي، وحرفيا بيكون بيحط خطه احسن من اي خطه موجوده اساسا. وبيكون الدكتور مشارك معاه ولا حط السوائل الخاصه بيه جوه جسم الضحيه علشان يقولوا في ان هو السبب. وحرفيا بيكون يوهان ركز في ادق التفاصيل اللي موجوده، وان حتى الصور اللي كان موجود مش معاه، وعرفوا يجيبوا واحد زيه. ولما عرف المحامي كيم كواك بيه، راحوا شنق اخوه خدوه علشان يخفوا اي جريمه ممكنه او فتح حتى القضيه من جديد، وخلوه يساعد الست الكبيره دي وينقل هو بنفسه الشنطه اللي فيها تقطيع الجثه، ويحطوا نبته في المكان ده عشان ياخروه. وبيكون الخطه نجحت وعمل زي ما يوهان مخطط له فعلا، ويبان في ان هو القاتل والقضيه بتتعرف. وبيقول في ان في 1% في الناس هما اللي بيحركوا العالم، والباقي هيكونوا تحت امرهم ولازم يفضلوا فوق ما يقعوش ابدا. وانه ابنه اسمه بايك دوكيونغ، فيبعته في مكان يروق نفسيته شويه بقى. هو بيكون خايف على نفسيته علشان هو بيدخل في مصالح ومتابع قضيه تايجونغ، وهو السبب فيها من اولها لاخرها اساسا. فنروح للوقت الحالي مع وصول يوهان للمكان ده، اللي بيكون خطط في انه يعمل المخطط بتاعه اصلا، وانه يجمع اخطر المساجين اللي موجودين واللي وصلوا، واللي من ضمنهم تايجونغ. وخدوهم هما مش عارفين ايه اللي بيحصل اصلا. وبيقرر يروح عشان ياكلهم، بس بيفكوهم هنا وبياخدوهم تحت حراسه كبيره، وبيدخلوهم في المكان ده من غير ما يعرفوا اي حاجه ولا هما فين، علشان المفروض يكونوا في قسم الشرطه اصلا. فبيفكوهم في المكان ده واللي كل مرعوب حتى وخصوصا تايجونغ، بس بيلاقوا فيه طعام كتير وكويس موجود. ودو شايف انهم طالما عملوا فيه كده يبقى حاجه مش طبيعيه، او نقلوهم برا كوريا، فمش هياكل الطعام ده من غير ما يعرف ايه اللي بيحصل الاول. بس في ناس منهم بتروح وبتاكل على طول، والكل بيروح يتلم على الطعام بما فيهم جو يو، وبيتبسطوا جدا. بس تايجونغ بيكون لسه متردد ومش عارف هو فين اصلا. ودو شايف الشخص اللي متابعهم وبيروح ليه، بس بيوقفوه على طول، وعشان كده بيرجع وده هو متابعه. ويوهان شايف ان الطعام شال كتير عنه فعلا، فبيخلصوا كل واحد بيروح عشان ينام في المكان المخصص ليه، والكل بيكون مستغرب. ويوم مش عارف مدير السجن بيخطط ليه اساسا، وكمان جو ودو مستغربين، بس مش بيكونوا قدامهم اي حاجه غير انهم يناموا. بل تايجونغ بيروح هو لسه مش فاهم اللي بيحصل اصلا. فبيعدي الوقت وتايجونغ بيكون منامش، وبيطلع عشان يشوف ايه اللي بيحصل. هو بيتخفى خصوصا ان في حراس كتيره موجوده في المكان، بس بيروح يجري وبيحاول يتخفى على قد ما يقدر منهم، وما يعرفش في ان المكان كله متابع بالكاميرات. وبيفضل يجري وبيحاول يطلع من المبنى ده اساسا، وبيحاول انه يستكشف المكان، وبيفضل يجري لوقت كبير في محاولة للهروب علشان هو مش عارف هو فين ولا مين الناس اللي خدوه دول. وبيروح يجري وبيشوف الحاجات اللي موجودة دي، بس بيتضرب عليه النار، وبيكونوا شايفينه اساسا وهو لسه مش فاهم ايه اللي بيحصل. بس بيروح العربية دي تحت الحراس دول كلهم، ويان بيطلع له وبيسأله في انه راح فين، وبيروح يركز فيه وبيخليه يروح له وبيطمنه. وعشان كده بيروح له وبيعرفه انه بلاش يهرب علشان عمل موجود كبير عشان يجيبوه لهنا. وبيكون عايز يركب معاه علشان يروح للسجن بتاعه، بس بيرفض، وعشان كده بيروح وراه وشايف انه كان بيحاول يهرب ومعجب بيه، عشان ده بيبين ياسه في الحوار. وعشان كده تايجونغ بيلاقي انه الكل متابعه ومصوب عليه. وبيعرف ان ايه اللي جابه لهنا، بس مش عارف السبب. وبيعرفه انه طالما خرج فلازم يستفيد بقى عشان هيحصل مباراة قريب، ولازم يحاول فيها عشان عمل جايزة اللي هيفوز. وبيرفض يعرفه هي ايه علشان مش هتكون كويسة، وحاسس انه شايفه قبل كده وباين في انه مشهور ولا لا، وبيمشي علشان هيشوفه في المباراة بقى. وبيخلي تايجونغ مستغرب ومش عارف ايه اللي بيحصل ده، وبيدخلوه. بس جو بيجي وشايف ان الناس هنا مش بيعاملوه كسجناء، وشايف اخوه الكبير عشان قرر في انه يبقى في صفه، خصوصا بعد ما شافه بيقاتل بقى. وبيعرفه انه يسمع كلامه علشان ينجو بحياته، وعايز يروح معاه وبيصر على ده. وبيروح ياخده لمكان الطعام وبياخده اليوم بالعافية وبيزعق فيه، بس بيكون شايف انه بيسخر منه، وبيروح يترجاه بينه وبين نفسه. اما قدامهم بيشتموه كده عادي، وبياخدوه بالفعل اليو، وبيعرفوا في ان الامور كانت مش كويسة، وبيشكروا على الهدية اللي عملها في ودنه اصلا، وناوي يردها له ويتحاربوا. بس بيجي يعمل ده الحراس بيوقفوهم هنا، ويو بيصر في ان هيردوا له ده وهيتخانق معاه وهيردوا له ده من تاني. فبيعدي الوقت وبيفوقوهم وبيخضوا الكل حرفيا، والكل بيفوق بس بيشتموا فيهم. بس انا تايجونغ اللي بيكون ما جالوش نوم في المكان ده خالص، فبيبدأ الكل يطلع في الجو البرد ده، وكل واحد في المجموعة بتاعته بس بيروح يشوفوا في انهم في مكان زي المتسابقين اصلا. ويهم متابعهم وبيطمن عليهم وبيعرفهم في انهم هنا في الارض بتاعتهم، ارض الفرص. وبيضحك معاهم ان المكان ده مكان سباق عربيات، وكل واحد هيتخصص لعربية عشوائية،
ومفيش قواعد بينهم، وده بيخليهم مستغربين وشايفين ده هزار وانه اكيد ما عندوش اذن رسمي بده، وبيشتم فيه وبيجي ماشي بيروح يقتله على طول، وبيصدم الباقي وبيصدم الكل، بس بيروح ياخدوه ويمشوه، وتايجونغ بيبص له وهو مصدوم مع الباقي، بس يوهان بيروح يكمل وبيجيب لهم العربيه دي اللي بتوريهم المال اللي موجود، واللي بيكون 5 مليار وين، وهياخدها صاحب المركز الاول بس، وبيروح يشوفوه شايفين في ده جنون، وكل واحد هيروح لمكان مخصص برقمه وهيلاقي عربيته وهيديهم امكانيه عشان يسالوه، ويوبي يتبسط كتير، بس تايجونغ بيركز فيه بشكل كبير، فبنروح لوصول بايك دي كيونغ اللي معجب بالناس والاسلحه الحقيقيه دي اصلا، وبيروح يتكلم مع صاحبه ده اللي السجين بتاعه مات اللي كان مسجون بداله، وده بتلفق تهمه من يوهان طبعا، وبيشوف انه على طول بيقتل وبيجيب حد يلبسها بداله، بس بيطلعوا هنا وبيروح يرحب بيوهان جدا، وبيشوف المكان ده اللي هيكون مخصص للسباق، وشايفين في انه جاهز كل حاجه ليه، بس جاي عشان يشوفوا السباق ده للسجناء، ويراهنوا ان السباق ده مش عادي، بس هيكون زي مسابقه الحياه والموت اصلا، وبيتبسطوا وبيكونوا ناس دمويه كتير، فالمساجين بما فيهم تايجونغ بيروح للمكان بتاعهم علشان يشوف عربيه السباق، وجو بيفرح بالعربيه بتاعته، وكل واحد بيشوف عربيته وبيفرح بيها، بس يو بتكون عربيه خربانه، وتايجونغ بيشوف عربيته اللي مش متاكد منها هي كويسه ولا لا، وسط ما يوهان بيتكلم فان العربيه اللي باينه وحشه ممكن تكون حياتها كويسه علشان مفيش قواعد في اللعبه، وبيروح يعدلوا في العربيات فعلا، وجو فرحان بحظه في العربيه، ويو بيروح يتابع تايجونغ اللي بيدخل عشان يبدا بقى، وان دور بايك دقيونغ وصاحبه في انهم هيكونوا مسوقين وهيجيبوا ناس عشان يراهنوا وهيبثوا ده على النت على الدارك ويب، وهيكون في بلاد مختلفه، والجايزه هيديها لهم زي ما وعد، بس مش ضامن في ان حد منهم يخرج حي من هنا اصلا، وبيروح يفرح معاهم وسط ما تايجونغ بيجرب عربيته وهو مش واثق اساسا على تجمع المجرمين اللي هم حاليا بقوا متسابقين، وجل مش بيعرف حد عن العربيه اللي جات له، وبيروح لتايجونغ وبيحاول يعمل تحالف معاه وبيتقرب منه، وشايف ان الرجاله يو كلفوه في التجسس عليه ومش هيتضايقوا منه، بس هو عاوز يتحدوا وياخدوا ويقسموا المال سوا، بس بينكر في انه عايز مال ويعطي المال لجدته بقى، وبيفرح علشان هو صاحب رخصه كويسه جدا اصلا وشافها بعينه، في المقابل ده بيتفق مع زمايله في انهم يقسموا الجائزه بينهم، فبلاش حد يتصرف من نفسه وينفذوا اوامر بقى علشان هما بيلعبوا، وبيفرح جدا، فدو بيروح عشان يتكلم معاه، وبيكون هو اول شخص طلب منه الكلام، وبيروح يرد لف ان لو وثق فيها هيعملوا شغل كويس سوا وبيضحكوا، بس دو شايف ان في كاميرات كتير، ومن الواضح في ان مدير السجن تحت امره وهو شخصيه مهمه كتير، واكيد ده مش هيكون السباق الاخير، فعاوز يكون هو حليفه في السباق ده، وان الكل بيدور ورا المال، بس هو مش كده علشان هو شايف ان عنده نفوذ كبيره، وهو من كوريا وبيروح يشوف هويته، وبيلاقي انه متهم بالاحتيال والنصب على الناس اصلا وبيصدمه، بس ده بيفضل يعرض عليه في انه يستخدمه زي ما هو عايز، وبيضحك يون جدا وبيمشيه على طول، وبيروح يعرفه ان لو احتاج المخدرات في حفلاته فهو يوصل ليه بسهوله، وبيمشي على طول، بيروح يقابله وبيكون مش بيتكلم كتير، وبيعرفه ان عايز حاجه تانية بدل الجائزه المال دي، وهو ان عايز يقتل شخص معاهم هنا بما ان بايده، وبيضحك يون جدا وبيعرفه في انه يعمل اللي يحبه داخل السباق علشان ده يكون براحته، ووقتها مش هيتخلى عن المال، وكلامه ده بيعجب يون جدا، وشايف انه كويس، ويان بيتبسط علشان هو عايز يخلي السباق ده مثير جدا، فبنروح لجو اللي بياخد تايجونغ عشان يجرب العربيه بتاعته، واللي شايف انها خرده ويروح يفحصها بقى، في حين ان الاتنين دول بيتخانقوا سوا وعايز منه مفتاح العربيه بتاعته، هو اللي بيروح يديها على طول، هو بيكون بيستوى عليها حرفيا وبياخدها وبيمشي براحته، بس هنا دو بيروح يشوف ان مفيش قواعد في اللعبه دي، وممكن اي حد يروح ياخد العربيه اللي تعجبه اساسا، وبيشوف العربيه دي من الواضح في انه يدخل في قتال بقى، بس بيروح يشوف العربيه رقم 10 واللي هي خاصه بجو تايجونغ اساسا، وبيروح عشان يشوف ايه اللي بيحصل ده، وبيروح بيلاقي ان في قتال بيحصل، وبيروحوا له هنا علشان هو عنده عربيه رياضيه كده، وبيروحوا بيحاولوا يدخلوا بالعافيه عنده، بس تايجونغ بيقفل العربيه بسرعه علشان يركبها ويمشي بيها بقى، وبالفعل بيروح يشوف وبيسوق وبيرمي دو على طول، وهنا بيجري وراه لما بيجري بيها، ويو بيشوفه وهو ماشي، هو بيتوعد ليه وبيكون عايز يقتله اصلا، بس يو بيقرر يروح يجري وراه عشان يلحقه بقى، ومن هنا الكل بيركب عربياته وبيجري بيها، هو بيوقفه ده على طول، واللي بيوقف عربيته وعشان كده بيروح يخبطها، بيروح ورا دو ويو على طول، والمراقبين بيعرفوه بده، فبنروح لبايك دوكيون وهو بيشرب، هو بيعرف يوان في انه عرف اشخاص حابين يشوفوه اساسا، وهو مش عايز يعرف حد هويته، وبيلاقوا السباق اللي بيحصل ده واللي مذولين من اللي بيحصل ده،
ويو بيفضل يجري ورا جو. تايجونغ ويوهان بيقرر يسيبهم علشان يتابعهم بقى بما انه بيحب الاثاره. فيو بيفضل يتابع تايجونغ اللي بيفضل يجري وبيحاول يهرب منه على قد ما يقدر، بس جو خايف على عربيته طبعا. ودوكيونغ ويوهان شايفين ده، وفجأة يو بيروح يخبط فيهم قبل ما يطيروا في المكان وبيتصابوا طبعا. بس يو بيروح يرجع هنا وبيقرر يخبط فيهم من تاني علشان يتخلص من تايجونغ، وبيروح يجري عشان يخبطهم وهو مش عارف يخرج. بس دو بيقف قدامه وبيخبطه هنا وبيتصاب هو وبيتضايق بشكل كبير. ولما بيجوا يخرجوا عشان يتخانقوا الحراس بيضربوا عليهم نار وبيوقفوهم. ودوكيونغ مستمتع كتير باللي بيحصل ده، بس يوهان بيوقفهم علشان مش عايزهم يتصابوا خالص، وده مش بيعجب السايكو دوكيونغ طبعا. فجو بيروح يشوف ان العربيه اتكسرت حرفيا، ودو بيسيبها في حالها، بس تايجونغ بيخلي جو يزقها وبيفرح لما بتشتغل من تاني، بس هي بتكون بتولع بيهم حرفيا. وبيروح بيلاقي ان العربيه هتنفجر وبيجروا هما الاتنين. فبيشوف اللي بيحصل ده وبيكون عايز يصلحها، وهو حزين على عربيته الكويسه اللي ولعت دي بقى، ومش عارفين يتسابقوا بايه. بس تايجونغ بيلاقي مكان ممكن يطلع من عليه وبيجي باله فكره للهروب بقى. فبيعدي الوقت وبيقرر تايجونغ في انه يطلع المكان ده عشان يقابل يوهان اللي بيشوفه وهو قاعد. وبيركز في المكان علشان يحسب كل حاجه، هو بيتابع كل حاجه من فوق كده علشان يكشفها ويشوفها بشكل اوضح. بس هنا بيوصل ليوهان وبيكون استمتع باللي حصل امبارح وعايز يعرف ايه هدفه من المقابله دي. بس تايجونغ طلع عنده عشان يشوف المكان من فوق بقى، هو بيعرفه ان السباق مش الهدف الاساسي ليه، علشان هو قدام عربيات مختلفه ومحطش قواعد يعني ممكن يتحاربوا عادي، وان ده مش مكان مناسب لسباق العربيات. ويوهان شايفه في انه ذكي فعلا، وبيعرفه ان بيعمل السباق ده علشان هو ممتع اصلا. فبيروح يشوف الزور الميته دي وبيقعد يتكلم معاه في انه عايز عصاير فيتامينات علشان هو ما عندوش غير الكحول هنا وبيجيبها ليه. بس بيعرفوا ان النبات ده محتاج للفيتامينات وبيسيب له العصير اللي مش بيحبه ده وبيمشي وبيخليه مستغرب بشكل كبير. فبيروح يسهر على تجهيز العربيه دي، وجو بيكون مش بيلاقيه بعد ما دمر عربيته بقى. فبيروح يسهر طول الليل وهو بيعدل في العربيه بتاعته دي. فبيعدي اليوم مع تجمع الكل على الطعام الكويس ده، وبيتكلموا على المتسابق 6 و8 كمان. وبيجي دور تايجونغ ودول اللي بيفكر في انه يخلص عليه بقى، بس زمايله مش عارفين هما بيعملوا كده ليه. ورغم كده دو قلقان علشان تايجونغ مش بيستسلم خالص. فتايجونغ بيكون بياكل وبياخد نصايح من رقم 6 ده وبيبصله وبيفكر في الاستعانة بيه بقى. بس هنا بيجي لدو فون من يوهان وبيقرر يروح يكلمه وبيعرفه ان يقبل عرضه، وساب لي حاجة في عربيته لما السباق يكون ممل هو اللي يولع الجو بقى، وده علشان ما يبقوا شركاء بقى زي ما كان عايز. وبيأكد في انه هيكون قد كلامه ومخلص ليه بجد وبيفرحه وبيمشي على طول وبيكون مبسوط وهو بيضحك عليه اساسا. فبنيجي للتجهيزات للسباق اللي هيحصل، وبيكون يوهان مع بايك دوكيونغ وان اللي وصل، بس بيبدأ يطلعوا للسباق ويوهان بيتابعهم. بس تايجونغ بيركز فيه وبيشوف النظرة بتاعته دي اللي مش غريبة عليه خالص، ودوكيونغ بيفضل مركز على المتعة وخلاص. فتايجونغ بيروح بيبدأ في تشغيل عربيته بقى علشان في دماغه حاجة تانية خالص. ومن هنا الكل بيركب عربيته وبيبدأ يتحركوا بالفعل لمكان الانطلاق، وكلهم بيشوفوا العربيات الغريبة دي ودو متابع تايجونغ وناوي يخلص عليه. وفي ناس كتيرة بتكرهه فعلا، بس بيجي ميعاد بدء السباق وبيعرفهم في ان مفيش قواعد، والفايز اللي هيكمل 20 لفة الاول هياخد المال على طول، وممكن يستخدموا اي وسيلة عشان يفوزوا، وكل واحد بيفكر هيعمل ايه لما يفوز. وبيعرفهم في ان اللي هيفوز هو الشخص مش العربية، وبيمارسوا الضغط على الضعفاء اساسا، وكل فريق بيتفقوا سوا. ودوكيونغ وان اللي بيكون مراهن على رقم 9 اللي هو تايجونغ وبيشتموا فيه ويوهان متابعه برضه، هو بيكون غامض لهم اصلا. والكل هنا بيبدا والاستعداد على الكل اساسا، وبيبداوا السباق بالفعل. ودوكيونغ بيحيي رقم 9 اللي هو تايجونغ، بس رقم 11 بيمشي من غير على المسار وبيتابعوها. في ناس بيكونوا عاملين حاجات غريبه، بس هنا في عربيه بتولع وبتروح تنفجر على طول بصاحبها. بس يوهان بيروح يركز في تايجونغ وعايز يفتكر هو شافه فين قبل كده. فالكل بيكون بيجري ورا بعض وبيخبطوا بعض كمان عشان مفيش حد عايز التاني يفوز طبعا. ويوهان عايز يفتكر تايجونغ واللي بيفتكر كلامه عن النباتات، وبيلاقي ان ده واحد من اللي لبسوا قضيه خاصه بدوكيونغ وبيفرح جدا وبيقرر يتابعه اساسا. وتايجونغ بيحارب مع دو اللي عايز يخلص عليه، ودوكيونغ بيتضايق عشان هو بيشجعه وشايفين التهور بتاعهم. بس هنا بيجروا ورقم 6 بيعدي من طريق تاني خالص، بس تايجونغ بيكون لسه الاول اصلا. هو بيكون في 2 هيخبطوا ببعض ويقرر يدخل فيه ويمسكوا هنا الاتنين كل من يو ودو. بس يو بيروح يجيب السكينة وبيروح عشان يقتله وبيحاربوا بقى، بس دوكيونغ مش عايز ده اصلا.
بس في الحقيقة بيكون ده جو أصلا، وإن تايجونغ هو اللي مشي من طريق تاني خالص، وبيلاقوا إنه مش موجود في العربية أساسا، وبيقرروا يدوروا عليه، وفجأة بيظهر بدراجة نارية وبيتصدموا منه وبيكونوا شايفين إنه رهيب فعلا. فتايجونغ بيفضل يجري وبيضغطوا على جو، بس ده بيوري يو حقيقته وبيتضايق جدا، وبيروح يجري وبيهجم عليه، وعشان كده بيروح يطير ويبان قدامه. ودوكيونغ بيعجب بيه جدا عشانه كان كويس جدا فعلا ومحدش بيعرف يمسكه خالص. ودو بيروح يكمل في التسابق هو ويوهان بيروحوا بيكون هتجنن عليه، وهو متابعه بيراسل دو علشان يستخدم هديته واللي بيكون سلاحه بيفرح بيه، وبيروح عشان يضرب تايجونغ بقى اللي بيوصل هنا، وبيلاقي ان محدش متابعه وبيقرر يغير مساره. ويوهان بيساعد دو عشان يمسك تايجونغ بسرعة، واللي بيروح بيحط انبوبة في الدراجة دي وهو ماشي، بس دو بيشوفه وبيقرر يكسر ازاز العربية وبيضرب عليه النار مش بيجي فيه خالص، وبيتفاجئوا في ان معاه سلاح، بس ان الانبوبة دي بتدخل في عربية دو وبتخليها تتقلب على طول وبتدمر حرفيا. وبيتبسطوا بشكل كبير وبيعرف يوهان في ان ده هينجح طبعا، بس ان دو بيكون بيموت خلاص فعلا. ويوهان بيقرر تغيير القواعد وانه هيعطي ضعف المبلغ للي هيمسك تايجونغ اساسا، والكل بيروح بيحاول في انه يمسكه، وبيقرروا الكل يجري وراه، وبيجي ماشي وبيجوا بيخبطوا هنا، وبيروح عشان يتحارب معاه بقى بالخوذة دي، وبيروح يتحاربوا هما الاتنين، بس يو بيستخدم السكينة وبيجرحه بشكل كبير، بس تايجونغ بيروح ياخدها منه وبيحاول يجرحه اصلا، وبيتخيل شكله بس في عربية بتيجي تخبطهم هما الاتنين اصلا، وحرفيا بيكون اكننا في لعبة حرب، والعربيات بتيجي وبتخبط فيهم، وبيحاولوا كلهم يمسكوا تايجونغ اللي اتخبط بدل المرة 10، ورغم كده لسه بيحاول يقف على رجله اساسا، وده هو مش قادر، وبيروح يضرب في يو وبيرفض يقتله. ويوهان شايف ده وبيتضايق جدا وبيقرر ياخد السلاح، والكل شايف انه بقى مجنون، وبيمشوا دوكيونغ وان من هنا، وهو بيروح عشان يصطاد تايجونغ بقى، وبيروح عشان يصوب عليه رغم انهم بيضربوا فيه اساسا، ويوهان بيضربوا بالنار عشان يعرف يشوفه، وبيعرف انه بيحاول يصوب عليه وعاوز يكون خايب بقى، وبيروح يتخفى منه وشايف انه بيهرب اصلا، بس كل هدف تايجونغ في انه يوصل للدرجة بتاعته علشان يهرب، وبالفعل بيقوم وبيمنع الرصاص بتاعه لقد ما يقدر، بس بيشوف انه بيعمر السلاح، وعشان كده بيروح يركب الدراجة وبيجري منه، وهو مش عارف وبيقرر يروح يتابعه اكتر طول ما هو ماشي، ومش بيعرف يسيبه وبيعدي من العربيات، بس انا بيعدي من المكان ده برضه وبيخلي الحراس يمسكوه برضه، وبيلاقي ان الكل متابعه وبيركز فيه وبيبص على الهروب ده، وبيعرف انه جاي علشان يشوف طريقة للهروب، وطلع لهنا عشان يلاقي مخرج وبيضحك عليه، وبيروح يدمر الدرون ده وبيفرقع الكل اللي موجود، وبيصدم يوهان بشكل كبير وبيحرق المكان وبيروح يجري هنا، ويوهان بيركز معاه عشان يضربه، بس تايجونغ بيجري وبيعدي وسط النار، وبيروح عشان يطلع ويطير ويهرب بقى وسط ما يوهان مصاب عليه لغاية ما بيطير وبيقرر يضرب عليه النار هنا، وده وسط هروب تايجونغ. فبيعدي الوقت مع بركة تايجونغ اللي بيقوم يمشي هو في المياه في المكان ده اصلا وخايف من كل حاجة حواليه، وبيتابع الناس دي وبيروح يتخفى وبيحاول يهرب ويلبس ملابس تانية كمان، وبيقرر يجري من المكان كله اللي هو مش عارف هو فين بالظبط اصلا، وبيجري بكل قوته عشان يهرب. فبيعدي الوقت وبيوصل كوريا بالفعل وبيمشي، بس السما بتمطر وهو ماشي والكل بيتخفى من المطر وبيجروا، بس هو بيكون ماشي وهو تعبان ومش قادر اصلا، لغايه ما بيوصل عند يونغ سكنو وبيطلع عليه وهو تعبان بشكل كبير وبيغمى عليه، فبيدخل وبيكون اتصف كل حته في جسمه بسبب اللعبه اللي كان فيها من يوهان ده، ونو بيهتم بيه وبيركز فيه وخايف عليه كده. فيوهان بيروح يشوف ان تايجونغ عرف يهرب من الغرق، وبيطمن مدير السجن اللي خايف عشان رؤسائه عايزين منه تقرير، وبيكون قلقان علشان هو مش هيعرف يقول لهم ايه، وعشان كده بيروح يخترع قصة في ان السجناء دول كانوا في عمل تطوعي والغاز اتسرب وماتوا وهم اصلا هيرتاحوا منه، بس بيكون خايف على بركة تايجونغ اللي مش مصدق في انه عارف ازاي يهرب منه اصلا، هو بيسكت مدير السجن علشان هو يمنع اي خبر في انه ينتشر، هو بيتضايق عليه وبيخليه يمشي على طول، بس بيعرفه في ان بعد هروب تايجونغ في ان ايه اللي هيحصل ممكن يعمله، وبيمشيه هنا وهو خايف منه اصلا. فبنروح تايجونغ اللي بيكون بيحلم بكل اللي حصل في حياته لغايه وقت الهروب، هو بيقوم من النوم هنا وبيشوف اللي حواليه وبيرتاح من الكابوس اللي كان فيه ده، بس نوسيك بيجي وبيهتم بيه وبيكون فرحان في انه بقى احسن من الاول بما انه كان جايله خلصان اساسا، وفرحان انه شافه وبيديله ياكل وبيعرفه في انه كان بيجي عشان يزوره في السجن، بس طلبه كان بيترفض بدون سبب وكان قلقان لا يكون حصل له حاجه، وعشان كده تايجونغ بيطمنه وانه عايز يعرف يعمل ايه قدام،
وبيلاقي انه مش عارف بس هو هيساعده وهو موجود هنا رغم انه يتعرض للخطر، عشان كده يبقى متعاون معاه، بس بيقول في انه هدده وبكده يخرج منها عادي. وبيعرفوا ان ربنا هو اللي بعته لنا اصلا، ما جاش هنا بارادته يعني، وبيديله فون عشان يحتاج ليه، وان هديه منه بيفرحه وبيخليه يكمل طعامه وبيفرحوا جدا. فبيعدي الوقت وبيروح يزور امه واخوه وبيحزن جدا علشان اخوهما اللي قتلوه، وبيقرر يروح يدور على سنغراق قم اللي مش لاقي اي معلومات عنه، بس بيفتكر في انه مشهور وهو مجرد محامي دفاع عام، وعشان كده بيفكر فيه. فبنروح لسنغراق قم اللي بيوصل المكان ده، وتايجونغ متابعه اصلا ان هو طالع، بس بيحس في ان في شخص رايح وراه ومتابعه اساسا. هو بالفعل بيكون ماشي وراح وراه وقلقان وعارف ان في شخص متابعه، وبيفضل يجري منه وبيحاول يهرب على قد ما يقدر، وبيرن على شخص عشان يلحقه، بس بيسمع صوت خطوات بتجري، وعشان كده بيروح يجري وراه وبيرتاح في انه عرف يتفاداه، بس بيلاقيه وراه هنا اساسا وبيتصدم، وبيشوف ان ده بارك تايجونغ، وبيروح بيحاول يهرب منه، بس بيروح بيضربه بشكل كبير، وبيعرفوا ان نفذ كلامه في ان هيلاقيه اهوت. فبيروح يضرب فيه وبيسجله في الكلام اللي بيقوله في انه كان بينفذ اللي رؤسائه بيقولوا له مش اكتر، ولو قال اسمائهم هيقتلوه على طول. هو بيخاف وده بيعصب بارك تايجونغ عشان يعرفه بدل ما يقتله، وبيفضل يترجاه في ان ما يقتلوش بقى، وبيعصب تايجونغ بشكل كبير، وعشان كده بيروح يدور في كل ملفاته، بس كان بيفكر في مجموعته اساسا وبيكون راجل مثالي نهائي. بس تايجونغ بيشوف الملفات اللي معاه، واللي بيكون بيتابع واحده اسمها هيوسو، وبيتصدم وعايز يعرف ايه علاقته بيها، وبيروح يطعن فيه، وعشان كده بيعرفه في انها هدفهم الجديد وهيبداوا يعملوا الادله عليها، وعشان كده بيعرفوا معناها في ان هيلفوا القضيه عشان يلاقوا كبش فداء ويجمعوا كل معلومات عنها، وبياخدوا منه حتى القمامه اللي بيرميها واي حاجه لها علاقه بالجريمه، وكل ما كانت مرتبطه اكتر كل ما كانت البراءه مستحيله. وبيشتمه بيروح لما الشخص ده بيجي وبيروح يتحارب معاه، بيحاول في انه يقتله وشايف ان ده الدكتور اصلا وبيتصدم، وعشان كده بيروح يضرب فيه وبيطعنه وبيوقفه، بس تايجونغ بيضرب فيه وبيجي يقرب عليه، كان بيروح يضربه وبيوقعه علشان هما كسبوا منه كتير اصلا. هو بيجي يستهدف انه يقتله، بيروح يتحارب معاه علشان يعرف رؤسائه في انه مش هيسيبهم، وبيروح يعذب فيه، بس بيعرفه في ان الشخص اللي قتل اخوه قدامه بالفعل، وبيروح بيحاول يهرب بس بيحدف له قنبله وبيقفل عليه، وعشان كده تايجونغ بيروح يجري وبياخد ملف القضيه وبيحاول يهرب، وكيم هو اللي بيفضل في الانفجار ده اصلا وبيترمى فوق العربيه وهو متبهدل كده، والدنيا بتتقلب على الانفجار ده، بس بيكون عارف يهرب، وكيم طبعا مات والدكتور ده اكيد اتصاب، فالسكان بيهربوا بيفهموا الدكتور اللي بيكون مصاب وبيمشوا، وكمان تايجونغ بيروح يتابعه وهو متصاب بشكل كبير اصلا وبيمشوا. فبنروح ليوهان اللي بيكون بيحارب اشخاص كتيره وبيكون كويس جدا في القتال، هو بيروح يجرحهم بجد اصلا تحت متابعه من مساعدته اللي بيجي له فون، وبيكون من مدير ويو اللي بيعرفه في انه هرب منه من جديد، وشايفه في انه متضايق اكيد، هو بيكون متضايق على اللي حواليه بس بيمشي. فبنروح الدكتور اللي بيكون ماشي وهو تعبان كده، بس يوان بيجيله على طول وبيخاف منه وبيمشي، بس بيقرر في انه يتحارب معاه بقى، وده هو تعبان كده بيروح يتفاداه وبيطعن فيه في كل مكان في جسمه، هو بيكون بينتقم منه حرفيا وبيقتل فيه عشان ما يقولش عليه، وبيديله مال تعويض لنهاية الخدمة بتاعته، ومش عايز يقول لحد وبيقتل فيه أكتر، بس بيروح يطعن فيه بشكل كبير، وبيقتله في الشارع كده عادي وبيفرح لغاية ما بيخلص عليه، وبيكون فرحان في إنه عمل كده، وبيروح يتصل على شخص عشان يجي ويتخلص من الجثة دي بقى، ويلاقي شخص بدل يعمل لهم اللي عايزينه. فبنروح لقسم الشرطة مع الشخص ده اللي القضية بتاعته اتقفلت خلاص، هو بيروح يمشي عشان يخرج عشان هو محقق اصلا، وكل حاجه اتدمرت في حياته بسبب رشوه بسيطه. هو بيروح يعرف رقم العربيه دي، واللي بيروح يطلع بيروح لها على طول، واللي بيكون يوهان وبيكون هو اللي اتدخل عشان يسيبه يخرج، وعايزه في مهمه وهيديله مال وهيرقيه بعدين. هو بيديله فون ده اللي هيتراسل معاه عن طريقه، وعايزه يلاقي شخص عشانه، فانه بيروح يسمع تسجيل كيم باللي حصل وبيستغرب ان في ناس كده اصلا. هو بيروح يدور في البنت هيو دي عشان هما يعملوا فيها زي ما عملوا معاه ودخلوها السجن وناوي يقابلها، بس نو بيروح وشايف انه مش كويس خالص، وبيروح يبكي وبيحضنه علشان هو اتحمل فترة كبيرة وهو ما عملش الجريمة ده اصلا وكان بيعاني ومش عايز يروح في مكان وهو يساعده في اي حاجة، وبيعمل ده وبيفرح تايجونغ جدا. فبنروح ليانغتشول اللي بيكون بيتجادل مع الشرطي ده اللي رافض يعمل اي حاجة، عشان كده حصل حاجات مش لاقي لها اي تفسير، وبيقرر يروح وبيدور، وبالفعل بيروح لمدير السجن وبيعرفه بهوانغ اللي مسؤول عن قضية بارك تايجونغ وعايز يكون معاه، بس مدير السجن بيعرفه في ان مش لازم الكل يعرف ويمسكوه هربان،
وده من غير ما حد ياخد باله. وبيقرر هوانغ ده يروح ويشوف زنزانة بركة تايجونغ، وبالفعل بيروح وبيشوف كل حاجة وشايف انه رهيب فعلا وكل حاجة فيه منظمة. وبيعرفوا ان ملوش اقارب واصحابه رفضوهم كلهم عشان يزوروه. وبيكون بيتحكم في ينغتشول جدا وبيشوفوا ان بيسترجع جريمته، بس بيضايق ينغتشول جدا. فبنروح لسيون اللي بتوصل لامها واللي بيكون عليها انها تدفع مال كتير، وده عشان بنتها بتكون تعبانه اصلا بشكل كبير. ودي هيو اللي هم يلفقوا لها التهمه اساسا، ويهام بيكون متابع كل حاجه خاصه بيها. هو بيحاول يربط الاحداث ببعض وشايف ان بنتها جميله بس مريضه، وبيتابع الاوقات اللي بيكونوا فيها سوا، وده فيها في صالون التصفيف بتاعها ده. فبنروح لتايجونغ اللي بيعدي من هناك وبيشوفها وبيروح يجمع معلومات عنها، وشايفين في انها متراقبه بشكل كبير ومش عارفين هيلاقوهم ازاي. وبيروح يجيب لي الحاجات اللي محتاجها والالكترونيات دي اللي ناوي يستعملها، وده المكان مقفول اصلا عشان بيروح يجمع، وبيلاقي في انه كويس في الحاجات دي اصلا، وانه بيروح بيتابع المكان بالكاميرات اللي عملها دي، وانه بيروح يديله مال كان مجمعه علشان يخلص مهمته، وانه مخبيه عشان ما فيش حد يسرقه بقى، وبيكون مستغرب. فبيروح يمشي وبيحط كاميرات في كل مكان ومصور اللي بيحصل حوالين الصالون، وبيروح هو متابع كل حاجة حرفيا. بس فجأة في بنت بتدخل وهو مش عارف مين دي، وبيكون متابعها، وعشان كده وهي بتدور على المال بتتخض منه وعايزة ترجع المال، بس بتقف قصاده، وعشان كده بيروح ياخده منها وبيقلبها على طول. هو بيهدد فيها وفجأة نو بيجي وبيتصدم من اللي بيحصل ده، وبيلاقي انه عارفها. فبتكون نوجي بتعاني من قلبة دي، وبيعرفهم ببعض وبتنكر انها بنته وشايفه انه مهتم بيه، وبتقرر تروح تكلمه. فبيروح هو مرتبك ونوع قلقان منهم اصلا، فبتاخده عشان تدخن وبتأسف على ايذائها، وبتكلمه في انه جاي هنا علشان يتطفل عليهم وعايزاه يدفع المال وانها تاخد منه الايجار على طول. وبتاخد منه المال وبتعامله وحش وبتضربه وبتاخد حقها وبيكون مش طايقها. فبيروح لنو بيطمن عليه وبيعرفه في انها طلبت منه مال، وشايف انها مش وحشه بس هو معرفش يربيها، وبيفضل شايف انها كويسه، بس ده عكس رغبه تايجونغ ومش بيزعل نو خالص. فنروح لوانغ وينغ تشول اللي بيشوف جثه المحامي متحلله، وهوانغ بيفضل شايفه انه وحش جدا، وبيجيب ان هو اللي قتله، وبيوري ليانغ تشول صوره وهو رايح ليه، وبيفضل يدافع عنه، وبيعرف انهم هيروحوا لنو عشان كان مقرب من تايجونغ واللي بيكون سهران. بس نو بيطمن عليه وبيفضل متابع الكاميرات، بس بيكون عارف يلاقيهم بالفعل، وان العربيه دي بتظهر قدام هيو وبيتابعوها على طول، ولسه مش عارف ازاي فون الضحيه ما كانش معاه، وطلع نفس موقعه. وبيروح يشوف الشخص اللي في الدراجه دي اللي بتتابعها على طول، وبكده جريمتها قربت، وبيقرر يروح يحضر نفسه. فبنروح ليوهان اللي بيكون قتل شخص جديد، والشخص ده اللي لفوق التهمه لهيو الغلبانه دي عن طريق المقص ده، وهيبدله المقص بالسكينه. فبتكون في المتجر وفونها بيرن، وتايجونغ رايح ليها بسرعه بس مش بيلاقيها، وبيعرف من بنتها انها راحت ترجع فون شخص نساه، وبتعرفه بوجهتها، واللي بيقرر يروح جري ليها علشان مش عارف يوصل لها. فانه بيتصاب بس بيجيله يانغتشول وهوانغ وبيفتشوا المكان، في حين ان هيو بتتراسل مع وهي متصوره وبتكون هتروح وتودي ليه، وتايجونغ ماشي عشان يلحقها، وهوانغ بيحقق مع نو وهيو ماشيه، وكل الاحداث بتحصل على طول وكل واحد بيحصل معاه حاجه مختلفه. بس تايجونغ بيجري عشان يمنع جريمه جديده ظلم، وهوانغ ويانغتشول اللي رايحين عشان يشوفوا نو في مكانه، وبيكون يانغتشول عاجبه اي حاجه اصلا. هو بيعرف هوانغ في انه حساس من اي حاجه فيحطه ده في دماغه، بس ده مش بيهم هوانغ خالص علشان هما محققين وهيدخل لوحده لو هو مش عايز يجي. فبيكون انه بيشتغل بس ان هوانغ بيجروا على طول عشان يفتش في المكان، هو بيروح يسأله في ان امتى كلم بركة تايجونغ، وبيفضل يحقق معاه، بس يانغتشول بيروح وبيطمن عليه، بس هوانغ بيتعامل معاه بشكل وحش وعايز يركز معاه. هو بيعرفه ان تايجونغ هرب من السجن وبيسأله عنه وبينكر طبعا، بس بيصر في انه يدخل ويدور في البيت. هو بيجي يدخل بالعافية بيلاقي بنته نوجي هناك وهي بتغير ملابسها، وعشان كده بتروح تطلع وبتزعق فيهم علشان مش من حقهم يدخلوا بيته ويفتشوا فيه حتى لو كان مسجون قبل كده. وبتقف في وشهم على طول وبتضرب هوانغ، وبتخليه انه يخرج ومش عايزاه يرجع من تاني وبيمشوا على طول، وبتخلي اباه يخرج معاهم برضه، وبتروح تشوف ان بيحصل مشاكل من الاهل. فبيطلع وينغتشول بيتاسف ليه، وعشان كده بيعرفه في ان بيتضايق لما بيشوفه وبيشوف اي محقق وبيمشيه على طول. فهوانغ بيجي ومش طايق ينغتشول اساسا، هو بيروح يعرفه انه لازم يكون كويس معاهم، بس هوانغ بيرفض، هو بيقرر يدوروا اكتر وراه اصلا، وبيمشوا تحت متابعة منه ليهم.
فهنا هيوسو دي بتوصل عشان توصل الفون الخاص بالشخص ده، ونفس الموقف بيتكرر معاه عشان يلبسوها القضيه زي ما عملوا مع بارك تايجونغ. وبتروح تمشي عشان تقابل البنت دي، وبتعرف انها صاحبة الفون ومشت عشان كانت مستعجلة عشان بنتها. ولما بتاخد الفون وعليه بصماتها تايجونغ بيجوا وبياخدوا منها على طول وبيجري. هو بيكون في اشخاص كتير متابعينه اصلا. فبنروح ليوهان اللي بيجمع التحف بتاعته دي، بس بيجي له فون في ان في شخص سرق الفون اللي اعتمدوا عليه الضحية. ومساعدته بتسمع ده بيمشي الكل، وبيروح يشوف تمثال البنت دي وبيكسره على طول وهي بتخاف. فانه بيشوف الفون ده بيعرفه فانهم اتخلصوا من عازف البيانو ده، وكان يلفق التهمة لهيوسو دي ومش مصدق في انهم ازاي يكونوا كده علشان متابعين كل حاجة خاصة بيها، وان الناس دي اختفوا خالص. بس الاهم في ان الفون ده معاهم حاليا، وبيعرفوا ان في محققين وصلوا لهنا وبيخليه مستغرب عشان كده ويكون خطر عليه. بس انه بيطمنه وبارك تايجونغ بيتأسف انه تقل عليه الدرجة دي، بس انه مش بياخد في باله وبيروح يديله حاجات يستعملها. وتايجونغ شايف انه بيحبه فعلا، فبيروح يركب الباص ده وبيمشي وبيفتح الفون اللي اخده وبيرن على الرقم والبنت اللي بتكلمه وعاوز مال مقابل ده او هيبيعه. بس بترجع في كلامها وبيخليها تجيب مال كتير حالا. فبتروح بتتخانق مع صحابها ومش عارفين يتصرفوا ازاي. هو ناوي يديله المال ويبعت ناس معاه عشان يتحاربوا معاه علشان الاهم هو الفون ده. وبتروح تقف وبيكلمها وبيكون جاي لها شخص وبتسلمه المال وبيمشي وبتهدده، واللي معاها بيمشي وراه بس هو بيكون متابعها هي والناس اللي معاها. وبتروح تجري عشان تشوف الفون وبتاخده بالفعل وبتهرب وهي مبسوطة. هو بيكون متابعها لما بتوقف تاكسي وبيجري وراها عشان يعرف يروحها فين، وبتتضايق عشان مش بيرد عليها اصلا وبيفضل ماشي وراها ومتابعها. فبنروح للبنت دي اللي بتكون بتستمتع بحياتها وبتاكل كده، وبتروح عند يوهان اللي بيكون عند اللي مشغلينهم، وده بعد ما سمع اللي حصل. بس بيكلم دوكيونغ عشان عمل اخطاء وبيعرفه انه لازم يخلي باله بعد كده. وبيروح يعرفه في ان في شخص كلمه لقى الفون مقابل المال، وبيخلي يوهان مستغرب علشان ازاي اتخذ القرار ده من غير ما يعرفه. وبيروح يموتوه على طول وهو معاه البنت دي وبيمشوا اكنهم ما عملوش اي حاجه. هو بيخليها هي اللي تروح تهتم بالموضوع ده. فتايجونغ بيروح وهو متابع البنت دي اللي اخدت الفون وهي رايحه المكان ده، وبيفضل متابعها ومستغرب من هوية المكان اصلا، واللي فيه ملابس كتيره وبيكون مكان اشبه بالخرابه. وبيفضل يتخفى وبيشوف ايه اللي بيحصل هنا. هو بيفضل ماشي وبيتخفى وبيشوف اللي حصل، وهي بترن وفي ناس كتيره طبعا، وبيتخلصوا من ملابس والجثث دي كلها لغايه ما بيروح يتخلص من شخص وبيلبس نفس الملابس بتاعته. وبيروح يتابع في ان في فريق كامل اصلا بيجمع كل حاجه ممكن يربطوها بالضحيه. وبيتصدم وبيقرر يصور كل حاجه بتحصل دي، وده من غير ما حد ياخد باله. فهنا يو بتكون بتحضر المكان بتاعها، بس صاحبة يوهان دي بتروح وهي معاها سلاح القتل بتاعها وبتستعد تروح لها بقى. فتايجونغ بيكون بيصور بس فونه بيرن وبيخلي الكل بيصلح هنا علشان هو اللي بيرن عليه اصلا وبيكلمه وبيعرفوا ان في حاجه بتحصل في صالون الشعر ولازم يروح. وفجاه في ناس بيعرفوا انه مختلف اصلا، وعشان كده بيروح يتخانق معاهم بقى وبيحاولوا يمسكوه. فالبنت دي بتروح تهددها وبتفكر في انها تاخد مال منها، بس بتخليها تظبط شعرها بقى. في المقابل بيكون تايجونغ بيهرب وبيضرب الناس اللي بتحاول تمسكه دي اصلا. هو بيفضل يجري وبيتحارب معاه بس بيضربهم كلهم، وبيروح يفك نفسه وبيقرر يهرب من المكان كله. فبتكون يوسو خايفة وهي بتعمل شعرها، واللي بتكون بنت من الصين اصلا وبتهددها ببنتها عشان لو عملت اي حركة وحشة. بس لما بتفكر في انها تهاجمها بتروح وبتخنق فيها وبتحاول قتلها اصلا. وفجأة تايجونغ بيجي وبيدخل في المكان كله وعايز يعرف هي مين، وبتقرر تروح وتتحارب معاه وبتجرح فيه وبتكون كويسة في القتال فعلا. وبيطمن على يو بيبعدها من مكان القتال ده، واللي بيروح يصدها وبيضرب فيها بس بتكون كويسة وبتتحارب معاه بأي حاجة وبتطعن فيه كل شوية بس بيضربها لغاية ما الشرطة بتيجي وهي بتهرب على طول. وهنا بيوصل وبيطمن عليه وبيعرفه في إن الشرطة جاية، وبيروح بيلاقيها هربت. فيوهان بيتابع الكاميرات وعايز يعرف من الشخص ده، هو بيفضل متابع كل حاجة بس بيلاقي في ان تايجونغ واللي كان بيدور عليه وبيحاول يقابله هو بيضحك بشكل كبير. وبيروح يعرف المربية بتاعته اللي بتعرفه ان جالهم ضيوف وبتاخده وهو مستغرب. فبيكون دوكيونغ هو اللي وصله في بيته وفرحان بيه وجاي من غير دعوة حتى، بس بيكون مع ابوه اساسا واللي بيمشي الكل عشان يتكلموا سوا. فبيروح يشوف انه بيعرف يلاقيه في اي مكان، بس بيوريه بارك تايجونغ في انه عارفه وان ده الراجل اللي دمر لعبته وان ده الشخص اللي لف ليه جريمته وازاي هو بره حاليا اصلا ومش ميت، بس بيطمنه عشان كل حاجه بخير حاليا. ومن الواضح في انهم هيتقلبوا على بعض بقى، وبيروح يعرفوا انه اخد مال كتير ولازم يتصرف في اللي حصل ده وعايز يحل ده اخر الاسبوع علشان بعد كده
مش هيجي كضيف ابدا وبيمشي وبيخلي يوهان مستغرب، وهو مع دوكيونغ اللي بيعرفه ان لازم يسمع كلامه كويس بقى علشان هو شايف انه خادم بتاعه اصلا، واللي يوهان شايف انه مش كده خالص، وعشان كده بيعرفه في انه يلاقي تايجونغ ويموته ويرجع ماله بقى وبيسخر منه وبيمشي، وبيخلي يوهان يضحك وعايز يخلص على تايجونغ بقى. بس ابو دوكيونغ بيكون عايز يسافر برا كوريا حاليا وبيسمع كلامه وبيتضايق بشكل كبير وسط متابعة يوهان اللي شايف انهم خطر عليه حاليا وممكن يوديهم في داهية كلهم بالبيانات اللي عنده دي. وبيعرف ان تايجونغ اخد ست وبنتها وبيضحك وشايف انه قريب منه جدا وبيمثل تهديد خاص بيه، وبيمشي تحت مراقبة من دوكيونغ ليه وناوي يقرب من تايجونغ بقى علشان يخلصوا على بعض. فبنروح لوصول نوجي ومش بتلاقي حد وشايفة المخطط وبتفكر في انه بيلاحقهم، بس بتلاقي في ان هيو بنتها جايين ومستغربة من اللي بيحصل ده. فسين الطفلة بتروح تفرح مع نونو جي متابعة تايجونغ في كل حاجة وشكلها تقع في حبه، بس بيروح لهيو بتشوف المخطط وبيعرفها ان دول ناس بيدخلوا الابرياء السجن بسبب حاجات تانية هم عملوها، وبيفكروا في ان هيوسو تلاقي مكان تاني محدش يعرفها فيه، وبيفكروا في نوجي اللي اكيد هتساعدهم في ده، وبالفعل بتاخدها للمكان ده عشان تبات فيه مع بنتها بقى، وهتقعد في اوضه نوجي وهي هتفضل مع صاحبتها، وهي بتشكر على كل اللي بتعمله ده بقى، وصاحبتها مبسوطه انها معاها. فبتطلع وابوها بيعرف هي بتسكن فين وبيطمن عليها، بس بتوقفه على طول وبيمشي، وبيسيبها مع تايجونغ اللي بيمنعها من التدخين الكتير ده عشان الطفله، وبتخليه يروح وراها وشايف انها بتأمره على طول ومش طايقها خالص. فبتاخده وبتدخن في المكان ده وعايزه تعرف هو مين وانه قتل حد فعلا ولا لا، بس ده مش همه، وعشان كده بتهدده بطرد الطفله وامها وانه يقول لها الحقيقه، وعشان كده بيعرفها. فبيعدي الوقت وبتكون مش عارفه تنام وبتتكلم مع صاحبتها عن انها لو اتهمت في قضيه هي ما عملتهاش فهيكون شعورها ايه، فبتفكر في اللي حاسه تايجونغ وانه صعبان عليها فعلا. فبيعدي الوقت وبيمشوا سوا وانه بيجوا له فون وبيكلمه وهو مستغرب، بس بيكون ده بنتها وبتبقى تتصل بيه على الرقم ده، وده حاجه غريبه عشان ما كانوش بيتواصلوا اصلا. وبيضحك وسط ما تايجونغ مستغرب، بس انه فرحان ان عارف بيت بنته فين، ودلوقتي كلمته على الفون وشايف ان ده بسبب حظ تايجونغ اللي لسه مستغرب ازاي بنته تتعامل مع ابوها كده، وعشان كده بيعرفه في انه عامل مشاكل كتيرة زمان وبيكفر عنها حاليا، وبيقرر حفظ رقمها حتى هو سايق، وبيخلي تايجونغ مستغرب، بس انا بيوصل للمتجر بتاعه وبيهتم بيه وهو متبهدل كده وبيروح وعايز يرتاح، بس بيشوف الاخبار عن مقتل عازف البيانو والشرطة بتحقق فيه وهتوصل للجانو قريب، وبيستغربوا عشان كده مشتبه بيه انتحر، وبكده خلوا شخص ينتحر، وكانوا حاطين هدف تاني غير سوهيو ومش عارف يعمل ايه علشان كان قرب يوصل ليهم بقى. فبنروح ليوهان اللي بيكلم شخص بيعرفه، هو بيقول له في انه بيعرف يتصرف ويبعت ابنه يروق نفسيته شويه بقى، في حين ان تايجونغ بيروح يوصل للمكان اللي كانوا فيه، بس بيلاقي البنت دي مقتوله وبتموت خلاص، وبيروح يركز فيها وفي كل الناس دي اللي بيكونوا ميتين اساسا، وحرفيا في مذبحه موجوده. فالمساعده بتعرف يوهان في انه يرتاح بقى بعد اللي حصل ده، بس هو اللي قرر يقتل الكل وحط الخطة عشان مش هيسيب أي احتمال تاني. وفجأة المكنة بتشتغل والرصد بتقع عند تايجونغ اللي مذهول لسه أصلا، وبيكون دراسة دكتور وبيفضل مصدوم ومش مصدق، ويوهان فرحان إن تايجونغ خلاه يفكر بالشكل ده، فبيروح يشوف الوشوش دي كلها وبيكون متساب له مال كشكر ليه يعني، وبيتضايق بشكل كبير عشان كده ومش عارف يوصل لحاجة، وبيروح يعرض له اللي عمله وبيعرفه إنه القاتل الحقيقي هو دوكيونغ بايك، ويدور عليه بقى وبيدوه تلميح بالبرب بتاعه، وده هو متابعه فرحان وعايز يدور على دوكيونغ بقى، استنى ايه اللي هيحصل لما يتقابلوا سوا. هو بيخلي الملف بتاعه مش خاص وبيفرح عشان لازم يضحي بيه، وبتمنى في ان بارك تايجونغ يكون ذكي علشان يعرف يوصل له ويفهم وان الشخص الفايز هو اللي هيكون معاه من دلوقتي بقى، وبيفرح جدا. فبارك تايجونغ بيكون ماشي ومتابع حساب دوكيونغ اصلا، هو اللي بيعرف انه في بوسان حاليا وبيكون رايح ليه. فبنروح لوانغ اللي بيكون مع يانغ تشول ورايحين لاصحاب تايجونغ، واللي بيعرفوه انه ما تقابلش معاهم من زمان وانه مش عارف تايجونغ اساسا عشان هما لسه مش مصدقين في ان هو القاتل، واللي جاي ليهم يسألهم عن كل ده مخصوص حاليا، ويسأله هو بس يانغ تشول بينكر ان اي حاجة حصلت او انه هرب، وهوانغ بيسيب كارته علشان يقطع علاقتهم بيه ويتصلوا بيه لو حصل اي حاجة اساسا وبيمشوا. وفجأة يانغ تشول بيجيله فون من بارك تايجونغ وبيعرفوا ان ايه اللي هيعملوا لو هو مسك القاتل الحقيقي بقى، وهوانغ بيلاحظ في انه بيكلمه وبيسمع في انه بوسان، وبيروح عشان يوصل له بقى وبيروح يطلب العون علشان يعرفوا يمسكوه.
وبالفعل بارك تايجونغ بيكون ماشي ورايح عشان يوصل لدوكيونغ بقى، بما ان يوهان عرفه ان هو القاتل، وبيروح يمشي وبيستعد بالفعل. فبنروح للشخص ده واللي بيكون بيضرب الناس وبيعذب فيهم ومش بيهمه اي حد اساسا، وبيروح يترجاه في ان يسامحه، بس رافض عشان لو سامحه فالكل هيعمل زيه كده. وبيفضل يترجاه وبيقرر يروح وبيحاول يصد مهاراته في القتال، وبيضرب فيه بشكل كبير وبيعذب فيه حرفيا. وفجأة بايك دو كيونغ بيجي وبيكون جاي عشان يستمتع معاه بقى، بما انهم بيستمتعوا بتعذيب الناس كده عادي. فبيروح يلعبوا شوية وبيكون مستني منه المال علشان هو وظف افضل المحاربين اساسا، وبيروح يديله المخدرات دي وهو متابعه فرحان جدا، وبيكون ناوي يضربه بقى، بس هو بيعرفه انه يعمل العمل بتاعه وهو يغرقه بالمال. وبيقرر يشتغل معاه ويلاقي قارب يعرف يهرب منه وبياخد المخدرات وبيرتاح. فانه بيكون بيرن على بركة تايجونغ بس مش عارف يوصل له ولا بيرد عليه. ويوم بنته بتيجي وبيفكر في انها طلبت منه في انه يمشي بقى، بس بتنكر، وعشان كده بيفكر في انه ممكن يكون اتقبض عليه واتسجن تاني وبيخاف. بس هي بتقرر انها تروح السجن وتتاكد من ده بنفسها بقى، وبالفعل بتوديه وبيكون سأل القصة وعرف انه متمسكش من تاني، ومش عارفين هو راح فين. وبيفضل يرن عليه بس مش بيرد خالص، وهي بتفكر في ايه اللي حصل ومش عارفة ازاي سجين بيجيب شريحة فون. وعشان كده بيروح الاتصالات وبيدور على الخط بتاعه علشان يعرف هو فين من الفون ده. ونو بيكون فرحان من تفكير بنته يوبي دي وفرحان انها بتساعده بالفعل، فبيروح يعرفوا موقعه في النبوسان وبيتصدموا. فوانغ بيكون رايح مع يانغ تشول اللي مش راضي ولا طايقه اساسا، وعشان كده وانغ بيعرفه انه مراقب نو وعرف ان عنده شريحتين عشان اكيد الشريحه التانيه مع بركه تايجونغ، ودي اللي ظهرت في بوسان، وان المحققين بيشككوا في اي حد حوالين منهم وبيفرح. وبيكون عارف موقعه، بس يانغ تشول بيفتكر كلامه في انه موجود في المكان اللي فيه القاتل الحقيقي علشان هو ما قتلش حد، وبيشوف العنوان اللي اداهوله ومش بيعرف وانغ بيه وبيفكر بشكل كبير في اللي هيعمله. فبنروح للمعبد ده مع يوهان اللي بيكون واقف بعيد وهما بيصلوا على الاتنين اللي ماتوا دول، بس هو بيكون مش بيعمل اي حاجه معاهم اساسا، هو واقف كده وخلاص. وفجأة بيجيله الشخص ده وبيعرفه إن بيجيله لسه أحلام وكوابيس عن الحادثة، وبيحس بألم بصدره وبيسأله باعتباره إنه دكتور نفسي مش أخو زوجته، وإنه ملوش ذنب في الحادثة دي اللي حصلت قبل 10 سنين، وبلاش يحس بالذنب ولازم يحط ده في دماغه على طول وبيمشي. ومن الواضح في إن يوهان ده وراه قصة كبيرة أصلا وبيضحك على كلامه. فبيخلصوا وبيمشوا كلهم هنا من أهل أبوه وأمه، وبيروح للست دي اللي عايزة تقسم الميراث من العيلة بما انها خالته، وبيقرر انهم يعملوا ده براحتهم ومش هينضم ليهم وبيعملوا اللي هم عايزينه وبيمشوا على طول. فبيكون بيمشي كل عيلته في العربيات الكتيرة دي اساسا، وبتجي المساعدة بتاعته واللي بتكون في العربية علشان اهله مش بيطقوه يشوفوها اساسا، وبتهون عليه في الذكرى السنوية دي، بس هو مش متأثر اساسا وشايف ان الكل بيحب يشوفه تعبان على طول، وان قريب زوجته عاوز يفكره دايما، وبيقرر انها تسيبه يروح ياكل لوحده ويرتاح بقى، وده اللي بيمشي وبيكون هيعمله بالفعل. فبتجيلها بنت الصينية دي وبتعرفها انها محضرة كل حاجة اصلا، وبتروح عشان تخلص على كل قرايبه دول واللي بيكون هياكلوا وبيخلصوا عليهم كليا. وبتروح تاخدها لخالته اللي عايز تقسم الميراث، وبتعرفها انها كان لازم تطردها من وقت طويل، وبتعرفها ان يوهان لسه ما يعرفش في انها امه الحقيقية مش مجرد مساعدة عنده، وان اللي بيجري في دمه دم واحدة وحشة جدا وواطية اساسا. وبتروح تخلص على الباقي من العيلة، وبتقرر انها تعمل كده عشان ما عادش تضايق في يوهان من تاني، وهي اللي بتكون بتستغله عشان تحقق اللي عايزاه من زمان، وان القتل وكل حاجة ممكن تعملها ليه وبتقتلها وبتقوم، وبيكونوا عيلة دموية جدا على الرغم انها عامية اصلا. فبنروح الاحتفال ده مع بايك دوكيونغ واللي بيكون هيخبط البنت دي، ولما بتشتمه بيروح يضرب فيها على طول، وصاحبه بيمنعه من الخناق وبياخده وبيمشوا، وبيكون مش طبيعي خالص وبيستعد للاحتفال. وده وسط متابع بارك تايجونغ ليه اساسا، وبيديله قائمة المدعوين اللي هيدخلوا بس وبيدخل. فبارك تايجونغ بيروح يدخل هنا الحفلة علشان يبدأ في مرحلة ظهور الحقيقة فإنه مش هو القاتل، وإن دوكيونغ هو اللي لبسه التهمة أساسا، وبيدخل في المكان ده من غير ما حد يشوفه، وبيكون متخفي وبيدور عليه لغاية ما بيلاقوه بيشوفوا بعض هما الاتنين. بس بايك دوكيونغ بيضحك وبارك بيسجل له اللي بيقوله، وبيروح يرحب بيه وبيحضر الرجالة بتاعته، وبارك تايجونغ بيروح بيحاول يسحب منه الكلام علشان هو مسجل اصلا، وبيعرفوا ان بعد ما لبسوا القضيه عاش حياته عادي وما تمش، والبنت شو اللي هو قتلها وبيضحك علشان هو مش هيعيش حياته في تأنيب الضمير، ولبسه خلاص وهو اللي يلبس القضيه، والرجاله كلها بتيجي وبيستعدوا عشان يحاربوا في تايجونغ، وبالفعل بيبداوا بيكون كويس جدا في القتال،
وبيدخل دوكيونغ الحفلة وبيروح عشان يتحارب معاه وبيكون كويس جدا في القتال فعلا. والراجل ده بيضرب بارك تايجونغ بشكل كبير وبيروح يركز فوق بيضربه بيخليه يغمى عليه هنا. فيوهان بيكون في البيت وبيستعد في انه يجهز نفسه للخروج بقى، بس بتروح تهتم بيه وده من زمان، وبتعرفوا ان اهله كلهم ماتوا في حريق، وبيكون لسه ما يعرفش في انها اللي عملت كده. وفجأة دوكيونغ بيرن عليه وبيعرفه انه مسك تايجونغ، وبكده الهدية هتكون ليه هو، بس مش عارف وازاي عارف مكانه في النبوسان. وبيطلب منه ماله وبيقرر يعمل ده ويرجع له ماله بما انه مسكه بنفسه ويقتله لو حابب، وبيمشي هو حزين عشان كان حاطط امل على بركة تايجونغ في انه يتخلص من دوكيونغ بقى. وبيسأل المربية ازاي اهله ماتوا، واللي بتقول في انهم اتحرقوا، وبيضحك على موتهم ده وبيروق مزاجه. فبركة تايجونغ بيفوق هنا هو مربوط بعد ما زعيم العصابة حاربه وعرف يتخلص منه. في المقابل دوكيونغ بيكون مع البنات دول وبيضحك معاهم وبيعرفهم في ان في كلب مش بيسمع كلامه وبياخد عشان يقتلوه بقى، بس البنت دي بترفضه علشان هي جايه عشان المال مش اكتر. فرئيس العصابة بيكون بيشرب وغرقان في البنات والمخدرات مع الشخصيات الكبيرة دي اصلا. في المقابل نو يوبن بيوصلوا وبيشوفوا مكانه، بس بيلاقوا هوانغ والشرطة وصلت وبيقرروا يدوروا على مكانه، وعشان كده بيتحركوا بسرعة عشان يعرفوا يلاقوه. وبيتقسموا، وهي بتروح تدور في المكان ده عليه وبتمشي وبتدخل جوه. في المقابل انه بيروح يطلع على المركب ده وبيدور عليه، فالزعيم بيكون بيفرح بس بيسمع في ان الشرطة وصلت هنا اصلا، وسط ما بارك تايجونغ بيحاول يفوق. وهوانغ اللي عايز يدخل بالعافية بس بيطلع له وبيعرفه بنفسه علشان هو مش المفروض يدخل هنا في مكان فاخر زي ده، وبيعرفوا بانهم يدوروا على شخص هربان، وبيعرفوا ان هيديله 5 دقايق يدوروا عليه. وينغتشول بيقرر يروح ويدور عليه، وهو اللي يدور في المكان ده وسط متابعة الزعيم. فبيكون دوكيونغ بيضرب في البنات اللي معاه عشان شايفينه مجرد مال مش اكتر، وبيروح يرن على الزعيم علشان يروح يجيبوا تايجونغ، بس بيعرفوا ان الشرطة موجودة فيفضل مكانه. بس طبعا دوكيونغ مش بيسمع اي كلام خالص، فبيكون هوانغ بيدور في كل مكان هو عايزه، وسط ما بيدور برضه عشان يلاقي تايجونغ. وبيروح يشوف البنت دي اللي عايزه تدخل بس منعينها. وفجأة دوكيونغ بيجي وبيكون مش قادر يقف على رجله حتى من كتر المخدرات اللي أخدها أساسا، وإنما بيصدق الحارس يمشي وبيدخل على طول. فبيكون بارك تايجونغ بيحاول يفك نفسه وسط ما تشيل بيدور عليه بين السفن، بس فجأة دوكيونغ بيوصل ليه ومربوط ومتكتف كده في السفينة من تحت ومش بيلاقيه، وبيروح يدور عليه بيلاقي إنه عارف يفك نفسه وهرب وبيتصدم. فبيكون انه عارف يوصل له وبيجي يهربه، ينغتشول بيروحوا يوقفوا، وده بدل ما يروح السجن عشان خاطر بنته. وبيعرف تايجونغ في انه حاسس بيه بس مش لازم يتصرف كده، وقرر يساعده بطريقه قانونيه، بس انه بيوقفه عشان لازم يثبت ده بالفعل مش بالكلام. وبيجي ماشي وانغ بيجي وفرحان انه شافه من تاني وبيكون هيمسكه، بس يوم بيه بتروح تضربه بالطفايه تقلبه على طول، وبيروح يوقفه ينغتشول وبيهرب على طول، وسط ما دوكيونغ مزول انه يعرف يهرب وبيخاف بشكل كبير وبيروح يضرب في الناس حوالين منه علشان هو ازاي يهرب بقى وبيتضايق جدا. فبنروح للبنت دي اللي نو يوم بي بيوصلوا ليها، وبتكون دي صاحبتها اصلا وبتطمن عليها وبترحب بابوها وناويه تشرح لها بعدين. وفجأة بارك تايجونغ بيوصل هنا وبيروح ياخده وبيهتم بيه لغاية ما بيدخلوا، بس العربية بتاعته بتكون بتعاني من الحرارة وبتبوظ وبيروح يهتم بيها. فبيكون نايم من التعب اللي حصل له، ويوم بيه بتروح تركز فيه وبتفتكر تعامله مع الأطفال، ومن الواضح في إنها وقعت في حبه بقى. بس صاحبتها بتيجي وبتفكر في إنه حبيبها بقى، بس بتخرجها على طول وبتروح وبتفضل متابعاه وهو نايم كده. فبيعدي اليوم وبتكون نامت على نفسها وبيفوق وبيسمع التسجيل اللي سجله لدوكيونغ، وإنه أكيد مش بيعاني بعد ما قتلها وخليه يدخل السجن بداله. فينغتشول بيروح لعنوان الخزنة اللي كان سايبها له بقى، وبيشوف دوكيونغ والأوراق دي اللي بتدينه. فبيفوق هنا وبيعرفها في ان مدين ليها معنوي مش مال، بس بتكون هتمشي عشان تجيب ابوها، وبتخلي صاحبتها تهتم بيه وتروح معاها بقى. فبتروح تتكلم معاه وعايز تعرف قصة الراجل ده وفي بينهم علاقة ولا لا، ومش مصدق في انه سجينها هربان بقى، ولسه شايفه انها معجبة بيه طبعا، بس بتديها عربيتها وبتدخل هي. فبنروح لابوها اللي بيكون بيجيب الطعام اللي بتحبه، فهو بيشوفها وجاي عشان تطمن عليه بدل ما يتعرض لحادث، وبيكون محرج اداه الطعام، بس بتاخده منه على طول وبيفرح انه اخد عليها كده، وبيعرف رأيه فيه واللي شايفاه شخص مش وحش، وبيقرروا يمشوا بقى. فدكينغ بيروح يتابع الكاميرات ومش عارفين منين وصلوا الناس اللي هربوه ده، وبيزعق فيه عشان يلاقوهم بقى. هو بيكون متضايق جدا وخايف منه اصلا، وبيقرر يرن على يوهان، وبيفكر في ان هو اللي هرب بركة تايجونغ بنفسه عشان ما يرجعش المال، واكيد هو مش هيعمل كده. وبيعرف انه لسه الهدية ما اتحددتش بقى، وبيقفل في وشه وشايف انه بالغ في التقليل من بركة تايجونغ،
فبيروح يتكلم مع نو بيعرفه بالمجرم الحقيقي دوك يونغ، وسأل عن اللي حصل وشاف انه كان عايز اعتذار منه عشان يهون عليه، بس نو بيكون معاه بيهون عليه هو علشان هيجي يوم ويتأسف منه على السنين دي كلها، وبيهونوا على بعض وسط متابعة يون ليهم وبتحزن برضه. فبيكون دوك يونغ قاعد مع الزعيم بس رجالته بيوصلوا، وبيكون هيتكلم على السجين الهارب ده بقى، بس كل همه المال وخلاص. فبيكون تايجونغ بيصنع ادوات بيستخدمها في مقابل ان دوكيونغ بيجيب رجاله بتعرف تحارب، وكل واحد بيعمل اللي هيخدمه بقى. بس انا دوكيونغ بيصور ستوري على ميعاد الحفله الجايه علشان يلاقي بارك تايجونغ، وكل واحد بيتحضر للتاني بقى. وان اللي بيروح لام بايك دوكيونغ واللي بيعرفها بنفسه في انه صاحب ابنها، وكان بيخلص عمل وجا عشان يسلم عليها بما انها مستنيه زوجها علشان يحتفلوا بعيد جوازهم في الوقت ده، رغم انه السياسي مشغول على طول بس مش بيفوت حاجة زي دي. وعشان كده بيعرفه ان قابله فعلا مرة واحدة في بيته مع دوكيونغ وبيخلي فضولها ليها اصلا، وبتسأله عن عمله، واللي بيروح يعرفها انه بيدير شركات امنية وما كانتش تعرف ان ابنها مصاحب شخص كويس زيه كده، وبتتبسط لما بيكون بيتغزل في جمالها. وفجأة جوزها بيجي وبيشوفه وبيتصدم، وبتقرر تسيبهم لوحدهم شوية بقى. فبيروح وبيكون عارف مكانه علشان هو قرر يقابله بما انه مشغول على طول، وعشان كده بيعرفها عن بركة تايجونغ اللي هرب من السجن، فراح ويدور على ابنه عشان يوصل له، وبيعرض عليه موجوداته الأمنية من تاني وبيخليه مستغرب. هو بيعرفه انه غريب عشان هو كلفه عشان هو يقدر يعمل ده، اما هو ذات نفسه ممكن يتخلص منه بسهولة. هو بيخلي يوان يضحك عشان شايف انه غريب وكبرياءه اهم من ابنه حتى، وبيحذره في انه ما يقفش في طريقه خالص. هو بيروح وبيخليه يمشي لما زوجته بتيجي ومش بيعرفها اي حاجة، وبيعرفوا في انه يكلمه قريب بقى، وبيمشوا وبيصدموا جدا. فبتروح تطلب منه يساعده بما انه صاحب دوكيونغ، وعشان كده بيقوم عشان يعمل مكالمة. فبنروح لمجموعة الناس دول اللي بيوصلوا وبيحاولوا يدخلوا البيت يوهان اساسا من غير ما يعرف، وده هو موجود وبيلاقي ان في تحذير ومحاولة للدخول لبيته. هو بيعرف ان بايك ابو دوكيونغ هو اللي عمل كده، وبيروح يجمع السيف بتاعه وبيستعد عشان يدافع عن نفسه. هو بيروح يتحارب معاه بالفعل وبيكون كويس جدا في القتال اساسا، هو بيقتل الكل وفرحان. هو بيخلص عليهم حرفيا، والناس اللي وصلوا عرف يتخلص منهم، حتى الشخص اللي بيحاول يهرب بيروح يجرح فيه. هو بيقرر يقتله هنا علشان هما كانوا جايين عشان يخلصوا عليه. فبيعدي الوقت مع بارك تايجونغ اللي بيقعد يسهر مع نو بيتكلموا على انه زمان كان مدمن على الكحول، هو مش حاسس بنفسه، وان في يوم وفاة ام يون رجعوها سكران برضه. هو مش مهتم باي حاجه وعشان كده اتخانقت معاه ومشي، بس لما رجع لقى البيت كله بيولع، وده علشان حدف سيجاره وهو متضايق، وهي اللي ولعت في البيت كله واتصدم بشكل كبير وقتها. وقرر يدخل بس كان خايف جدا، والشرطه فكرت في ان هو اللي عمل النار في البيت عن طريق القصد، ومن وقتها هو محبوس. وكل ما كان بيفتكر الموقف ده كان بيكون مش قادر يعمل حاجه، هو بيجيب اللوم عليه في موت زوجته. بس بارك تايجونغ بيعرفه في انه ما ترددش في اي مره كان بيساعده فيها وبيهون عليه. فبنروح ليوهان اللي بيكلم هوانغ واللي عايز يمسك بارك تايجونغ اصلا ويستمر في ده وبيقفل معاه، وهوانغ شايف ان ردة فعله بارده جدا اصلا. ويانغ تشول بيروح يجيب لهم طعام عشان ياكلوا، فيوم بيروح يتابع نو يوم بيه، ومش عارف هما ليه بيساعدوا تايجونغ اساسا عشان هو مفلس ومش من عيلتهم، وده راجل كان معاه في السجن بعد ما عاش بعيد عن بنته لمده 20 سنه. هو ده بعد ما ولع في البيت وقتل مراته، وشايفين ده غريب جدا عشان باين في ان الراجل وبنته مش منسجمين سوا. فاللي بيساعدوا بارك تايجونغ بقى وبيفكر في ان يسالهم بنفسه وبيفكر فيهم. فنروح لبارك تايجونغ اللي بيحضر حاجات تساعده في المواجهه، هو بيصوب ويوم بتشوف ده وبتعجب بيه وبتكون جايب ليه طعام علشان هي حضرته مخصوص ليه، وبتمشي لما صاحبتها بتيجي وبتفضل وراها شايف انها معجبه بيه بقى، وبتفضل تزن عليها وبتردد كلامها على طول. فبتمشي وبتوصل عند الشرطه بتركز فيها، بس بتروح المتجر ده عشان تشتري، وفجاه بتشوف هوانغ وبتقرر تمشي من عنده على طول. وبتكون ماشيه وبتحاول تتخفى، بس هو بيكون وراها وبتروح تجري على طول رغم انها نسيت مشترياتها. هو بيروح وراها وبيوقفها عشان يسالها عن بارك تايجونغ، هو اللي بتنكر انها شافته اساسا وبيديها سجايرها وبيشتمها وبتمشي على طول. فبيكون بياكل مع نو رغم انه مش جعان، واللي لما بياكل بيعجب بالطعام جدا ومش بيسمع رن يون عليه اساسا. فيانغ تشيل بيطلع مع هوانغ وبيروح يشوف الرسمه دي اللي شافها وانها بنت نو، وبيقرر يتابعها وبيروح وراها اساسا، وده وهي ماشيه وبتحاول انها ترن عليهم وتحذرهم، بس لما بتشوف الشرطه بتروح تجري منهم على طول وبتدخل في اماكن مختلفه وبتفضل تهرب منهم على قد ما تقدر وبتجري في كل مكان. وطبعا هوانغ بيروح بيحاول يوقفها بس بتعدي منه على طول، فبتوصل هي بتجري وبتروح تعرف بركة ايجونغ وبتزعق فيه
علشان مش بيرد على فونه. فوانغ بيوصل للبيت وبيفكر في انه مسكها بس العربيه بتتحرك، وهما بيروح يجروا وراها، وده تايجونغ ماشي على السطوح وبياخد حاجته وبيهرب بالدراجه بتاعته على طول. فبيروح يمسكهم وبيوقفهم هنا وهي معنوه اساسا، وبيروح يتاكد في مفيش حد معاهم، وبيعرفهم في انه راح يغسل العربيه مش اكتر، وبينكر في انه ما يعرفش بركه تايجونغ وبينكر يقول اي حاجه. بس بيجي ماشي بيمسكه علشان هو ليه هرب، وده علشان هو مش عايز يشوفه خالص. هو بيكون بيتوه وانغ ومش بيعرفه اي حاجه، ويانغ تشيل بيروح يرحب بيه وعايز يعرف هو فعلا بيتستر على تايجونغ، بس مش عارف اي واحد فيهم، واحد اللي مسجون ظلم ولا اللي بيحاولوا يمسكوه. وبيروح يخلصه وبيمشي على طول، وهوانغ لسه بيدور عليه عشان هما مش لاقيينه، وده علشان هو بيهرب. فبتكون صاحبتها بترن عليها وهي خايفه، بس في شخص بيجي لها هنا بقى ومش بيرد عليها لغايه ما بيجي لها الشخص ده. فهنا نو يوم بيوصلوا للبيت من تاني وبيدخلوا بيلاقوا في ان يوهان موجود وهما مش عارفينه، واللي ان صاحبتها دي مغمى عليها اساسا، ونو بيهتم بيها وده بيعصب يون ومش عارفه هو عمل كده ليه، بس جه عشان عايز يعرف هما ليه بيساعدوا تايجونغ وايه اللي اداهولهم عشان هو فضلهم عرف ينجو من حاجه جديده حصلت، وانهم اكيد عارفين تبعات مساعده القاتل. هو بيعرضوا حياتهم للخطر، بس نو بيمثل في انه مش فاهم اي حاجه، ويوم بتكون متعصبه عليه اساسا ومش عارفه هو مين، بس هو جاي عشان يعرف هما ليه بيتعاملوا كده. ولما بيتكلم على موت امها بتروح تهجم عليه وبيخليها تتصاب، وعشان كده بيروح يستفز فيها وبيجيب سيره موت امها اللي كان بسبب ابوها، وكل ما تحاول تتخانق معاه بيضربها على طول، وبيضرب نو كمان، هو بيخليه مش قادر ياخد نفسه، وبيضحك عليهم وعايز يعرف ايه اللي خدوه من بركة تايجونغ، وبيكسر صوابعه بس مش مهتم علشان يعرف اي حاجة، ولسه مش قادر يقرر مين اللي هيكون هدية للتاني بقى، وبيمشي على طول. فتايجونغ بيشوف ستوري دوكيونغ عن الحفلة وبيقرر يروح ليه جري عشان يعرف ياخد منه اي حاجة، وده هو بيلعب مع زعيم العصابة ده اللي مش حابب حياته دي بس صابر عشان المال مش اكتر. ومن هنا بركة تايجونغ بيوصل وبيستهدف انه يدخل في المكان ده وهو معاه كل حاجته اللي المفروض يستعملها، بس بيوصل لهم هنا والرجاله دي متابعاه وكان مستنيه في انه يجي وبيركز فيه وبيكون مش طايقه، وعشان كده بيروح يقرب عليه، وتايجونغ بيقرر يديله فرصه عشان يتحمل تمن اللي عمله، بس بيخلي داكيونغ مستغرب وبيقول كلام تافه زيه ومش همه في اذا كان مظلوم ولا لا، ومستني في انه يموت عشان يحل كل مشاكله، وعشان كده بيروح يوريله في ان دي فرصته، وبيروح يصيب الكل والسلاح ده وبيضرب في الرجاله كلها وبيصوب عليهم، والزعيم شايف ده وبيخلي داكيونغ يمشي عشان يعرف يركز، بس بيروح وبيقرر يحاربه بقى رغم انه مش قده، بس بيتحارب معاه وبيروح يشوف انه بيهرب، ولما الزعيم بيتحارب معاه بيروح يشيله، وبيكون اقوى من تايجونغ طبعا وبيضرب فيه وبيجي يتخانق معاه بيصده، بس بيكون احسن منه وبيضرب فيه اكتر، وشايف ان السلاح ده خاص بالمسامير وبيضرب فيه اكتر وبيكون ضعيف بالنسبه له، وكل لما بيقوم يضرب فيه بس لما رجله بتتمسك بيروح يضرب فيه بالسلاح ده، هو بيخليه يغمى عليه وبيروح يهدده بالسلاح واللي عايز يضرب عليه النار بس بيرفض، وبيروح ورا ديكيونغ وبيقرر يهرب لما بيلاقي رجاله جايه والزعيم بيروح وراه، فديكيونغ بيكون مستني خبر موته وبيرن عليهم بس بيلاقيه جاي بيجري، وعشان كده بيخاف منه وبيروح يركز فيه، وهو بيركب العربيه وبينط على العربيه وبيجي يصاب عليه بيمشي على طول، وعشان كده تايجونغ بيجري يروح وراه هنا وبيلحقوا مع الزعيم ورجالته اللي بيكون مش طايقه عشان يعرف يتغلب عليه، فبيكون ديكيونغ بيجري من بارك تايجونغ وشايفه وبيفضل تايجونغ بيجري وراه بالدراجه الناريه بتاعته دي، وبيعدي وبيحاول في انه يوصله على قد ما يقدر، وشايف انه مجنون فعلا، والزعيم متابع كل ده بيقرب عليه اكتر، بس بيفضل تايجونغ يجري وبيعدي من الناس كلها وبيعرف يتفادى الكل ومركز على هدفه وهو دوكيونغ اللي متضايق من زحمة الطريق، وبيفضل يضربوا على تايجونغ النار بس بيتفاداه، وكلهم بيجروا ورا بعض حرفيا، وطبعا دوكيونغ خايف جدا بس بيفضل وراه وتايجونغ بيسبقه، بس دوكيونغ بيروح وراه وعايز يموت، وده بيخلي بارك تايجونغ يطلع على الحيطة وبيصوب ناحية دوكيونغ اللي بيخاف والزعيم عايز يوصل ليه، وده بيخلي تايجونغ يروح ويضرب فيهم هنا وبيخلص عليهم حرفيا، وبيفضل يتخانق معاهم، ودوكيونغ متابع ده اصلا وبقى هو اللي بيسوق بقى، ودوكيونغ متعصب وبيسبقوا وبيجروا جنب بعض هما الاتنين، وبيضرب النار عليه وبيزنقوا على بعض، ودوكيونغ بيحاول يتخلص منه وكل واحد بيضرب على التاني، بس تايجونغ بيروح وبيخبط فيه وبيكون هيدمر عربيته، وبيفضل ماشي بس في عربية كبيرة بتكون هتخبط فيهم، ولآخر لحظة تايجونغ بيبعد ودوكيونغ هو اللي بيتخبط وعربيته بتتدمر، فتايجونغ بينزل يروح له وهو متبهدل على الآخر، وبيسجله وبيخليه يعترف ان هو اللي لفق للقضية، بس بيرفض وبيكون بيموت بس ما بيقولوش، هو بيخلي تايجونغ مصدوم، وفجأة فون دوكيونغ بيرن من يوهان
هو بيفتكر كلامه وبيرد عليه وبيروح يعرفه انه كان عارف انه يتخلص منه اصلا. هو بيتصدم ان هو اللي مدبر كل ده وكان مستني انه ياخد الهديه منه، وبيروح يشوف ان دوكيونغ مات خلاص وكده اخد حقه وبيطمن عليه على الحادث، وعشان كده بيقوم بيلاقوا انه متابعه من بعيد وهو اللي خطط عشان ده يحصل اصلا، وبيعرض عليه 5 ملايين وين زي ما كان هيفوز في اللعبه، وعاوزه يشاركه في تلفيق جرايم وهيرجع له كل حياته ويكون غني وهيبقى معاه مال كتير بقى. وده بيخلي تايجونغ مستغرب علشان هو مش هيرجع بالزمن ويرجع لاصحابه واخوه اللي مات ظلم، فازاي هيرجع كل ده؟ وعشان كده بيعرفه في ان اخوه مات بسببه وهو خلاص اخد حقه، وعشان كده تايجونغ بيعرفه ان بيتمنى في انه يخليه يتمنى الموت بسبب اللي عمله، حتى لو كان بيقدره بس بيقرر في انه هيجيله وهيشوف ده بنفسه وبيقفل في وشه وبيمشي، وبيخلي يوهان مستغرب علشان يتخلى عن كل حاجة في لحظة كده وبيمشي على طول، وهو بيفكر في اللي حصل وبيفكر في انتقام تايجونغ منه. فبيروح وبيكون قتل بايك ابو دوكيونغ وبيخلص اللي هو بيعذب فيه بسبب اللي عمله، وبيكون قتل اللي معاه وبيعرفه عن حياته في ان اهله ماتوا وهو عنده 16 سنة، او بمعنى اوضح هو اللي قتلهم، وده علشان هما كانوا يتبرعوا بالمال بتاعهم للمعبد، بس هو مستحملش ده وكان طعنهم ب 130 طعنة وما خافش خالص وقتها، وعشان كده بلغ الشرطة بان شخص تاني هو اللي قتلهم، ووقتها جاله فكرة ازاي يهرب اي شخص من الجريمة اللي يعملها، وبيروح يخلص على بايك على طول وبيخلي الفريق بتاعه ده يروح ويتخلص من الجريمة بقى وبيمشي على طول. فبيروح البيت ده الخاص بنو وبيشوف الكاميرا دي اللي من زمان وبيشوف صورته مع تايجونغ وبيتابع المكان كله لغاية ما بيشوف صورة نو مع بنته يون، وبيعرفوا انه كده ندمان على حاجة وبيحرق صورتهم دي وبيفرح ومستني اللي هيعمله تايجونغ بقى، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة تفعيل الجرس حلوين علشان يوصل لكم الجزء الجاي. تابعونا، سلام.